السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دوت ليرنينج اوتكم 6 اللي هنتكلم فيه على ايه؟ على النيوكليير كيمستري. فدلوقتي طالما انت وصلت للجزء دوت فكانت خلاص يا بطل، فاضل ليرنينج اوتكم واحد الاخير اللي هو يعتبر مش ليرنينج، وهتلاقي ان هو كل الكونسبتس اللي موجودة فيه يعني تعتبر كده حاجات مجمعة ملهاش علاقة ببعض، وما بيجيش عليه اسئله. هتلاقي اسئله في اخر كام كونسبت بس، وهتلاقيني معرفتك على الدنيا كلها. المهم دلوقتي في ليرنينج اوتكم 6 احنا عايزين ان احنا طالما هنتكلم على النيوكليير كيمستري، فانا عايزك انت تركز كده علشان ايه؟ علشان ما تبداش تتوه مني واحنا قاعدين بنشرح، وتكون قاعد فاكر معايا حاجات مهمه من السيشنات اللي فاتت هقول لك عليها. هو الفيديو دوت هتلاقي ان هو اتاخر في النزول بسبب ايه؟ بسبب ان صورناه مره والداتا اتمسحت، وصورناه مره تاني، ومن بعدها حصلت مشكله في اللاب اللي بنمنتج عليه، وبالتالي ما قدرناش ان هو يطلع تصوير على البورد. ولكن دلوقتي على شرح على الجرافيك تابلت هتلاقي ان الدنيا ايه؟ زي الفل. ونبدا دلوقتي معانا في اول حاجه في الليرنينج، واحنا نراجع على الاتوم كونتنتس. احنا الاتوم عندنا كانت عباره عن ايه؟ الاتوم كانت عباره عن ان احنا عندنا فيه نيوكليوس في النص. النيوكليوس ديت كانت بتمتاز بايه؟ كانت بتمتاز ان عندنا فيها نيوترونز وبروتونز. كان ايه بروتون؟ هو عباره عن بوزيتيف تشارجد بارتكلز، يعني عباره عن حاجات ايه؟ بوزيتيف. والنيوترون عباره عن حاجات نو تشارج، او هنقول عليها بص عامله ازاي؟ نيوترال. يعني البوزيتيف فيها قد مين؟ قد النيجاتيف. دوت اللي هو مين؟ اللي هو النيوترون. وبيدور حواليهم كده في اوربيتالز بعيده كده الايه؟ الالكترون. وكنا لما نيجي نعمل مقارنه ما بين الاتوم وما بين البروتون والنيوترون والالكترون، كنا نقول ان كماس فبنلاقي ان ايه؟ ان البروتون، وادي عندنا هنا كده النيوترون، وادي عندنا هنا كده الالكترون، ان البروتون والنيوترون يعتبر الماس بتاعتهم قد بعض. ولو جينا نقارن الريلاتيف ماس اللي هي الماس اللي لما نيجي نعمل مقارنه ما بين بتاعت الالكترون وما بين بتاعت البروتون والنيوترون، هتلاقي كأنها واحد على الألفين، يعني الماس بتاعته صغيرة جدا. فبنقول عليه إن هو عنده إيه؟ عنده نيجليجابل ماس. فكنا بنقول إن يعتبر الماس كلها موجودة فين؟ موجودة في النيوكليوس اللي في النص ده إيه؟ النيوكليوس. وكنا بنقول كتشارج، فاحنا اتفقنا ان ايه؟ ان عندنا البروتون دوت كده بوزيتيف 1، النيوترون يعتبر ان هو 0، والالكترون نيجاتيف 1 كتشارج. احنا كنا اتكلمنا بعد كده عندنا في الليرنينج اوتكم الاول او الثاني، اللي هو الجزئيه بتاعه الايزوتوبس، اللي اتكلمنا فيها قلنا ان احنا عندنا من كل اليمنت عندنا منه نظائر، عندنا منه انه اتومز مختلفه، يعني مش كلهم نفس الاتوم. فعندنا مثلا اكسجين 16، و16 دوت اللي هو بيعبر عن النمبر اوف ايه؟ اوف الحاجات اللي جوه مين؟ الحاجات اللي جوه النيوكليس اللي هي بروتونز ونيوترونز، اللي هو الماس نمبر. فكنا بنقول ان احنا دلوقتي ده 16. 16 اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن 8 بروتونز و8 نيوترونز. قال لي عندي 17 اكسجين 17. ايه اللي بيتغير؟ قلنا اللي بيتغير النمبر اوف نيوترونز، لان النمبر اوف بروتونز ده ثابت، وهو اللي بيعبر لي عن الايه؟ عن الاتوميك نمبر. وقلنا ان كل اليمنت عندنا بيبقى ليه اتوميك نمبر مختلف عن التاني. فبالتالي انا لو غيرت الاتوميك نمبر ده خليته 9 مثلا او خليته 10، فانا كده بقيت اليمنت تاني تماما. وعندنا مثلا الاكسجين 18 اللي هو فيه عنده كام؟ 10 نيوترونز و8 بروتونز. كنا بنقول ان احنا عندنا حاجه بنحسبها اللي هي ايه؟ اللي هي الافريج اتوميك ويت، اللي هو كنا بنجيب النسبه بتاعه وجود الايزوتوب ونضربها في الايه؟ اللي هو الرقم اللي جنبها اللي هو 18 ده، مثلا 16 17 18، نضرب النسبه في الماس نمبر بتاعتها، وبعد كده ايه؟ نجمعهم كلهم يدينا الافريج اتوميك ويت. لو مش فاكره فارجع افتكره كده من شرح الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم بيها ايه؟ على الايه؟ على الافريج اتوميك ويت في درس من الدروس. زي ما اتفقنا دلوقتي ان احنا اتكلمنا عليها بشكل كويس، فنقدر ان احنا ايه؟ ندخل على الجزئيه اللي بعدها، اللي هي الايه؟ اللي هي الافريج اتوميك ماس. كده بالنسبه لنا ايه؟ بالنسبه لنا كده ضن. طيب الجزئيه اللي بعدها ان احنا عندنا نتكلم على ايه؟ قال لي والله بص، انت عندك الاتوم، قلت لي ان انت عندك في النص في النيوترونز، فيها بروتونز وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ نيوترونز. عندك بروتونز ونيوترونز. وقلت لي بيلف عندك بره ايه؟ قلت لي بيلف عندي بره الكترونز، وبتكون ايه؟ نيجاتيف. طيب قال لي ان انا دلوقتي النيوكليوس والاتوم دي عشان تاخد الشكل اللي هي موجوده بيه ديت، وان الالكترون ده ما يجريش لبره، وان النيوترونز تفضل قاعده جوه والبروتونز تفضل قاعده جوه، فقال لي احنا عندنا شويه انرجي بتبقى موجوده تربط لي الحاجات دي كلها ببعض. يبقى عندي شويه انرجي ايه؟ بتربط لي الحاجات ببعض. قال لي عندي نوعين من الانرجي، عندي اتراكشن، حاجات بتشد بعض، وعندي ايه؟ وعندي حاجات بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ريبلشن. قال لي الاتراكشن والريبلشن دولت هم اللي بيحافظوا لي على ان الحاجات تفضل في مكانها. اتراكشن ان الحاجات بتبدا ان هي تتحرك في اتجاه بعض وتقرب على بعض، وريبلشن ان الحاجات اللي يحصل فيها ان هي تبعد عن بعض اول لما يجوا ايه؟ يلتقوا.
يبقى الريبالشن هو التنافر، والاتراكشن اللي هو الحاجات اللي بتنجذب لبعضها. قال لي طب احنا نتعلم حاجه، ان بيقول لي ان ده ايه الحاجه اللي تفرق ما بين البروتون والالكترون والنيوترون؟ اللي تشارج. يبقى هنتكلم دلوقتي ان اللي تشارجز ايه مالهم؟ قال لي والله كتشارج اللايك لو قربتهم على بعض بيعملوا ريبل. يعني ايه؟ يعني الاشارات اللي زي بعضها لما بقربهم على بعض بيعملوا ريبالشن. زي مين؟ قال لي زي لما تقرب بوزيتيف على بوزيتيف يحصل ايه؟ يحصل ريبالشن. طب شكله بيبقى عامل ازاي؟ ادي بنعبر عنه كده، ادي بوزيتيف وبوزيتيف، تلاقي ان هم ايه؟ بيجروا من بعض في عكس الاتجاه. ولو نيجاتيف ونيجاتيف، قال لي فهم برضه بيجروا من بعض في عكس الاتجاه. قال لي طب لو بوزيتيف ونيجاتيف، قال لي بيبداوا ان هم ايه؟ يقربوا على بعض. فانت بتلاقي ان عندنا الالكترونز بتفضل في مكانها. هتقولي طب هي ليه دلوقتي يا دكتور ما بتروحش على البروتونز؟ هقول لك بسبب حاجه بسيطه. بسبب ايه؟ ان انا عندي هنا الكترون وعندي هنا الكترون، لو ده بدا يتحرك كده وده بدا يتحرك كده، هلاقي ان في الحته دي كده، تلاقي ان ايه اللي حصل؟ تلاقي ان في الحته دي هم بقوا الاتنين الكترونز قريبين لبعض اكتر. فبص كده، قال لي بص الاثنين الكترونز هيبقى مكانهم فين؟ الاثنين الكترونز هيبقوا هنا كده وهنا، فيحصل ما بينهم ريبالشن، يبعدوا عن بعض يخليهم يرجعوا لمكانهم. فانت كده ايه اللي يحصل بالنسبه لك؟ يعني ما تقوليش ان انا طالما كده كده في اتراكشن نخلي الالكترون يلزق في البروتون. ليه؟ عشان عندي الكترونز كتيره. فطالما هم هيقربوا على بعض، ايه اللي هيحصل؟ هيبداوا ان هم ينفروا من بعض ويبعدوا عن بعض. قال لي طيب، دي انواع الانرجي اللي بتبقى موجوده عندي، اللي هي الانرجي اللي هتبقى موجوده سواء اذا كان دلوقتي ما بين بروتونز والايه والالكترونز، او ما بين الالكترونز وبعضهم وهم اللي بيحافظوا لي عن الاتوم، يبقى شكلها يفضل كده. قال لي طيب دلوقتي انا في حاجه لازم اتعلمها. احنا دلوقتي اتكلمنا على شيء مهم جدا. ايه هو الشيء دوت؟ ان احنا كنا ذكرنا قبل كده، او لو ما ذكرناهوش فهنذكره دلوقتي، ان انا عندي قانونين: law of conservation اوف ماس، لو اوف كونزرفيشن اوف ماس، اللي هو قانون بقاء الايه؟ الكتله. القانون بتاع بقاء الكتله ده مهم جدا. واللو اوف كونزرفيشن اخوه بالظبط، لو اوف كونزرفيشن اوف ايه؟ لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. قال لي القانونين دولت مهمين جدا. قال لي ان انا عندي دلوقتي اي انرجي بتبقى موجوده، لا بقدر ان انا اعمل لها ديستروي ولا بقدر ان انا اعمل لها كرييت. امال انما الانرجي دي بتبقى ايه؟ قال لي بتتحرك من شكل للتاني. والماس قال لي بدخل في رياكشن بيطلع عندي البرودكتس. انا كان عندي رياكتنت وبرودكتس، فالاتنين هيبقوا عندهم نفس الماس. قال لي طب دلوقتي انا جبت عندي شوية بروتونز، وجبت عندي شوية نيوترونز، وجبت عندي شوية إلكترونز، وحصل فورس إن دولت بيقربوا على بعضهم كده أهو، البروتونز والإلكترونز، والإلكترونز وبعضهم بيبعدوا عن بعض، والبروتونز وبعضهم بيبعدوا عن بعض. قال لي الإنرجي دي بقى جبتها منين؟ ما تقول لي، ما أنت عندك في كده في إنرجي حصلت، بقى في ترابط عندي وحاجات موجودة. قال لي دلوقتي بقى الاتوم دي كلها عندي بقى فيها انرجي. قال لي طب الانرجي دي جبتها منين؟ مش لسه قايل لي ان انا لو في كونزرفيشن اوف انرجي بيقول لي ان انا عندي الطاقه لا بتتجدد ولا ان انا بعملها؟ قال لي طب هنا انت جبتها منين؟ قال لي انا هنا طالما جبتها يبقى انا كده حولت ما بين الماس للانرجي. تقول لي ازاي احول ما بين الماس للانرجي؟ اقول لك فاكر دلوقتي احنا عندنا الأستاذ مين؟ فين الأستاذ أينشتاين؟ مش فاكرين الأستاذ أينشتاين فين؟ طيب الأستاذ أينشتاين دوت كان بيقول لي حاجة مهمة جدا. انا عندي دلوقتي قوانين بتاعه نيوتن وقوانين بتاعه اينشتاين، عشان ما لخبطش ما بين الاثنين. اينشتاين اللي هو الراجل اللي شعره منعكش ده. اينشتاين كان بيقول لي ايه؟ ان انا عندي قانون اسمه E equal mc باور 2. تقول لي يعني ايه E equal mc باور 2؟ تقول لي القانون دوت ايه دوت؟ انا بشوفه على اي رسمه فيها اي حاجه لها علاقه بالعلم وكده. تقول لي طب يعني ايه؟ اقول لك ان اينشتاين بدأ ان هو يقول لنا شيء مهم جدا، ان انا عندي التغير في الانرجي اللي بيحصل وما بكونش لاقي له. ان والله كان عندي مثلا ايه؟ يقول لي كان عندي طاقه من الكهرباء جت اتحولت في اللمبه وطلعت لي طاقه ضوء. اقول لك لا، انا هنا عندي انرجي انا مش عارف هي جايه منين، او عندي انرجي بتاعت شيء معين موجود قدامي. تقول لي ان الطاقه ديت بتيجي منين؟ بتيجي من ان انا عندي ماس. يبقى الام ديت عايده على مين؟ عايده على الماس. بضربها في السي باور 2. السي ديت قال لي ان هي ايه؟ قال لي ان هي تساوي الايه؟ السبيد اوف ايه؟ سبيد اوف لايت، سرعه الايه؟ سرعه الضوء، اللي هي بتساوي كام؟ تساوي 3 في 10 باور 8 متر بير سكند. يبقى انا السبيد اوف لايت ديت بجيبها واعمل لها باور 2، واقوم ضاربها في الماس بتاع الاوبجكت اللي موجود عندي، وهنعرف الاوبجكت ده اللي هو هيكون ايه. وتبدا ان انت تقول لي ان ايه اللي هيحصل؟ ان هو على ما اضربه في السبيد اوف لايت هيطلع لي الانرجي الايه؟
اللي موجوده عندي. قال لي طب انا مش فاهم حاجه يا دكتور، انت قلت لي ماس بتاعت اوبجكت وسبيد اوف لايت وكلام كتير داخل في بعضه. هقول لك بص يا سيدي، دلوقتي انا قلت لك في الصفحه اللي فاتت ان انا عندي البروتونز والنيوترونز والالكترونز دوت عشان يتجمعوا مع بعض ويعملوا لي ترابط، واقول عليه ترابط موجود بالنسبه لي، تقوم قايل لي ان ايه اللي بيحصل، انا عندي بايندنج. قال لي الترابط اللي بيكون موجود ما بين مين بقى ومين، قال لي مش هركز على الالكترونز والبروتونز عشان ده اللي بيحصل ما بينهم بيكون له علاقه بالكهرباء. الكترو ستاتيك ايه اتراكشن وريبالشن ما بين الالكترونز وبعضهم، ما بين البروتونز وايه وبعضهم، ما بين الالكترونز وايه والالكترونز، تلاقي ان حصل ما بينهم ايه الكتروستاتيك اتراكشن، ان هما بيقربوا على بعض. قال لي انا في حاجه مش فاهمها، قال لي البروتونز والنيوترونز دولت ليه قاعدين ماسكين في بعض؟ ما هو ما فيش اشارات، يعني الاشارات طالما هي كانت شغاله واللي هو التشارج الكهرباء بتاعتهم حاجات بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى ده كان الكتروستاتيك اتراكشن او ريبالشن. جميل، قال لي اه. قال لي طيب، فانا دلوقتي بالنسبه لي البروتونز والنيوترونز دول قاعدين ماسكين في بعض ليه؟ فانت تقوم قايل لي اكيد في حاجه بتربط ما بينهم. فانا بالنسبه لي اللي بيربط ما بينهم هي نوع من الانرجي، هسميه ايه؟ هسميه نيوكلير بايندينج انرجي. ايه معناها ايه اللي هو بايندينج اللي هو الترابط، يبقى الانرجي بتاعت الترابط اللي جوه النيوكليس اللي هي ما بينه مين ومين، ما بين البروتونز والنيوترونز. قال لي طب دي هتجيب الطاقه دي منين؟ ما انا قلت لي انرجي اهو، هتجيب الطاقه منين؟ ما انا مش هجيبها من الكهرباء. قال لي امال هتجيبها منين؟ هجيبها من الماس. يبقى انا اللي بيحصل عندي ان انا بجيب شويه ماس، مش هاخد الماس بتاعت البروتونز والنيوترونز كلهم، هجيب شويه ماس واحولهم لانرجي تقوم متحولين لنيوكلير بايندنج انرجي. يعني انا نتخيل كده، انا عندي مكعب اهو، المكعب ده في مكعب تاني قاعد جنبه، حلو. قال لي دلوقتي انا عايز ان انا اعمل رابطه ما بينهم. قال لي خلاص احنا هنقص الحته دي وهنقص الحته دي من المكعب ده والمكعب ده، ونعمل خط في النص ما بينهم ناتج عن مين؟ عن القصه بتاعت الحته دي والحته دي. يبقى شفت انا جبت حته من هنا وحته من هنا، قصيتها عملت ما بينها خط ما بينهم في النص، فربط لي الاتنين في بعض. قال لي نتخيل ان ده هو اللي بيحصل عندي فين؟ في النيوكلير بايندنج انرجي، ان انا البروتونز والنيوترونز هقوم قاصص منهم حتت هم اللي يربطوا لي ما بينهم وما بين بعضهم في النص، وسميت ديت ايه؟ نيوكلير بايندنج انرجي. يبقى انا دلوقتي اللي بيحصل انا بقص حته من البروتون والنيوترون. قال لي طب ديت بتبقى عباره عن ايه او بلاقيها في ايه؟ يجي يقول لي ان الماس بتاعت البروتون بتكون عباره عن ان هي تساوي ايه 1.00728 يو، والماس بتاعت النيوترون بتكون 1.080 تاني 866. دي الماس بتاعت البروتون والماس بتاعت النيوترون. يقول لي مالها الماس بتاعت البروتون والماس بتاعت النيوترون؟ قال لي دلوقتي لو جمعت الماس بتاعت البروتون والماس بتاعت النيوترون هيجيب لي دوت ايه؟ هيقول لي ده نظريا ده الثيوريتيكال ماس بتاعت مين؟ بتاعت النيوكليوس. قال لي طب دلوقتي دي بتبقى عامله ازاي؟ قال لي هات لي دلوقتي عندي ايزوتوب اهو للكلورين. قال لي الكلورين اهو، تعالى نشوف له الثيوريتيكال ماس بتاعت النيوكليوس بتاعته ايه. الثيوريتيكال اللي هو نظريا الماس النظريه بتاعت الايه بتاعت النيوكليوس بتاعت الكلورين دي عباره عن ايه. فاقول له والله انا الماس بتاعت الكلورين هجيبها ازاي؟ قال لي انا عندي بروتونز، فهضرب البروتونز في الايه في الماس بتاعتهم، الماس بتاعت البروتونز في عدد البروتونز، واجمعها على الماس بتاعت مين؟ بتاعت النيوترونز، واضربها في مين؟ في عدد الايه النيوترونز. قال لي طب تعالى طبق لي الكلام ده. انت قلت لي انا عندي دلوقتي الكلورين دي فيها كام بروتون؟ تقول لي الرقم اللي من تحت الاتوميك نمبر هو اللي يعبر عن البروتونز اللي هي 17. طيب دلوقتي انا عندي 17 اهو، تقوم قايل لي انا عندي الايه الماس بتاعت البروتونز بقى كان بكام؟ قلت لي ان هي ب 1.00728. جميل. تقوم جايب ده وتقوم ضايف عليه الماس بتاعت النيوترون الواحد اللي هو 1.00866، تضربها في عدد النيوترونز. قال لي اجيب عدد النيوترونز ده منين؟ اطرح الماس نمبر اللي هو 37 ماينس ال 17، 37 ناقص 17 يديني عدد النيوترونز اللي هم كام؟ هيبقوا 20. لو جمعت الاثنين دولت على بعض هلاقي ان هو ايه؟ هلاقي ان هو طلع لي ايه يا سيدي؟ هلاقي ان هو طلع لي الثيوريتيكال ماس الفعليه بتاعت مين؟ بتاعت النيوكليس دي. تعال نجيب الكالكوليتور كده ونحسبها. ادي عندي الآلة اهي، انا هقوم قايل له ايه؟ ادي عندي اهو قوس واقوم قايل له 1.00728 تايمز ال 17 ديت تقوم طالعه لي بكام ديت؟ هو هنعرف نجمعها على التانية بقى ونشوف. نجمعها على التانية نلاقي 1.00866 دوت تايمز ال 20، الاقي ان هي ديت طلعت معايا كام؟ الاقي طلعت معايا 37.29696. ماشي؟ يبقى 37 بوينت كام؟ بوينت 29696. يبقى هنا كده ادي اهو ديت تساوي 32
بوينت ايه، بوينت، يعني انا نسيت بوينت ايه، فين الآلة، احنا يعني احنا ذاكرتنا، اه مش هي 37.296 هنا كده ادي، فين 37.296 ديت هنخليها 7 عشان اللي بعدها 6. قال لي ديت مين؟ دي الماس بتاعت النيوكليونز. النيوكليونز هم عبارة عن ايه؟ قال لي النيوكليونز هم عبارة عن الحاجات اللي جوه النيوكليوس، اللي هي تتضمن مين؟ تتضمن البروتونز وزائد مين؟ زائد الايه؟ النيوترونز. قال لي لقيت الماس بتاعتها كام؟ 37.297. قال لي سبحان الله، انت جبت لي دلوقتي لو قلت لي النيوكليوس فيها بروتونز ونيوترونز لقيت الماس بتاعتهم 37.297، لازم على الحقيقة يبقوا كام؟ يبقوا 37.297. قال لي لا، ما هم عشان يتربطوا ببعض هنشيل شوية من الماس ده. قال لي طب هو في الكلام ده بيحصل؟ قال لي اه. قال لي طب تعالى بص هنا كده. قال لي if the actual mass، الماس الايه اللي هي الحقيقية بتاعت النيوكليوس، قال لي ب 36.966، يبقى لقيتها بكام؟ ب 36.966. قال لي ده مين؟ ده الاكتشوال ماس. تقول لي طب هو يعني ايه دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل هو يا سيدي ببساطة ان ايه؟ ان انا لقيت ان الاكتشوال ماس مختلفة عن الثيوريتيكال اللي انا حاسبها. قال لي طيب ومختلفة ازاي؟ قال لي انا كده لو طرحت الاتنين من بعض هلاقي ان عندي فيه فرق، هلاقي ان في فرق واضح قدامي، ان في فرق في الماس. قال لي الفرق في الماس دوت هو اسمه ايه؟ قال لي اسمه الماس ديفكت. الماس ديفكت اللي هو النقص في الماس اللي حصل ما بين ان انا عندي حاجة انا بحسبها وما بين الماس الفعلية، ده بسميه ايه؟ الماس ديفكت. قال لي الماس ديفكت ده ماله دوت؟ هو اللي انا بيبقى بالنسبة لي في النيوكليس اتحول ان انا جبت شوية ماس حولتهم لانرجي، وسميت الانرجي ديت ايه؟ قال لي سميتها نيوكلير بايندينج انرجي. يبقى شفت معايا دلوقتي ان انا لما باجي احسب الايه الماس اللي هي تلقائيا الطبيعي نمبر اوف بروتون زائد نمبر اوف نيوترونز، بلاقي ان هو طالع عندي بثيوريتيكال ماس نظريه. قال لي اللي هو هيقول لي ان الاكتشوال اللي عندك بكذا، هي فعليا حاجه مختلفه عن النظري. قال لي يبقى دوت ايه؟ يبقى دوت الفرق اللي ما بينهم حاجه اسمها الماس ديفكت. قال لي الماس ديفكت ده ايه؟ ده شويه ماس قصيتهم من النيوكليوس كده، لما قصيتهم قمت محولهم لايه؟ لانرجي، وسميتها الايه؟ النيوكليير بايندنج انرجي، عشان هي اللي هتربط لي البروتونز والنيوترونز مع بعض كده في النص. جميل. قال لي اه. قال لي طيب انا اعرف منين كم الانرجي اللي هيطلع دوت؟ قال لي حلو، انا دلوقتي هعمل ايه؟ هطبق عليه القانون بتاع اينشتاين اللي كان بيقول لي ايه؟ ان الاي ايكوال ام سي سكوير. فانا هنا اقول له الماس ده هتبقى نقص الماس اللي حصل هو اللي هيديني الانرجي اللي هتعبر عني، تقول لي ان هي كده بقت ايه؟ بقت النيوكلير بايندينج انرجي. يبقى شفت دلوقتي الكلام بتاع عمنا اينشتاين هو ايه؟ ان الطاقه اللي موجوده اللي بتربط البروتونز والنيوترونز اللي بتربط لي النيوكليس كده ببعضها تساوي ايه؟ الماس ديفكت، النقص في الماس اللي بيحصل لما باجي بطرح الماس النظريه الثيوريتيكال من عن طريق ان انا بجيب النمبر اوف بروتونز واضربها في الماس بتاعت الواحد منهم، واجمعها على النمبر اوف نيوترونز واضربها في الماس بتاعت الواحد نيوترون. تقول لي لما اجمع الاثنين دول على بعض واطرحها من الاكتشوال ماس هيطلع لي ماس ديفكت. اقوم جايبه وضربه في 3 تايمز 10 باور 8 متر بير سكند، واشوف ان الايه النيوكلير بايندنج انرجي دي هتطلع عندي بكام. جميل. طيب قال لي والله يا سيدي اهو تعالى نشوف. قال لي لو جيت احسبها هلاقي ان هي ايه؟ هلاقي ان انا يعني هندخل على مسألة هنا كده، ان المسألة اللي موجودة قدامنا ديت. قال لي تعالى يلا المسألة هي دلوقتي احنا عايزين ان احنا نستخلص منها القانون اللي احنا كتبناه، ان احنا الماس ديفكت يساوي الثيوريتيكال ماس ناقص الاكشوال ماس، واقوم جايب إيه؟ الماس ديفكت دي واضربها في الايه؟ في الكلام بتاع ايه؟ بتاع عمنا اينشتاين، ان انا اقوم ضاربها في السي باور 2 اللي هو 3 في 8 3 في 10 باور ايه؟ باور 8، باور 2 اللي هو السبيد اوف لايت، هيطلع لي بالايه؟ بالانرجي. قال لي طب هنا هيطلع لي الانرجي هتكون بايه؟ قال لي والله الانرجي في الحالة دي هتكون الوحدة بتاعتها الايه؟ الجول. قال لي طيب الوحدة بتاعتها هتبقى مين؟ الجول. قال لي طب انا دلوقتي اغلب المسائل بتاعت النيوكلير بايندنج انرجي دي بلاقي ان هي وحدة تانية اسمها ملي او هي الكترون فولت. تقول لي الملي الكترون فولت ديت انا بالنسبه لي سوري الميجا الكترون فولت ديت انا هبدا ان انا هتعامل معاها ازاي؟ قال لي ازاي احول من ان انا عندي القانون في الطبيعي ان هو بيطلع لي جول للقانون اللي هو يكون بالايه؟ بالملي الكترون فولت. قال لي سهله وبسيطه ومفيش اسهل منها.
قال لي انا هيبقى عندي قانون تاني هستخدمه، هو عن طريق ان هو ايه، هو عمل شويه حسابات، وصلني ان انت علشان تجيب النيوكليار بايندنج انرجي ديت، تقدر ان انت تقول لي ايه ديت زيها زي اللي فوق، هتساوي هنا ايه، قال لي هتساوي برضو الماس ديفكت، ولكن هضربه في كام؟ قال لي تضربه في 9 3 1. قال لي لو ضربت الانرجي في الماس ديفكت اللي هي سوري، الانرجي لو جيت قلت لك ان هي هتساوي ايه الماس ديفكت تضربه في 9 3 1، هلاقي انها طلعت لي فعلا نيوكلير بايندنج انرجي، ولكن هنا الوحده بتاعته هتكون ايه؟ تكون بالميجا الكترون فولت. تمام. طيب تعالى طيب نطبق الكلام دوت، عشان عارف ان انت ايه عمال تاخد حاجات كده قوانين داخله في بعض. هو بشكل بسيط انا بحسب الماس ديفكت، انت فهمت معايا الماس ديفكت كويس. قال لي لو ضربته في السي باور 2 هيطلع لي الانرجي نيوكلير بايندنج انرجي بوحده ايه الجول. قال لي لو ضربته في 9 3 1 هيطلع لي بالملي الكترون فولت. تمام. طيب تعالى ان احنا نشوف عندنا دلوقتي المساله ديت، احنا ندبلكيت ديت كده، ونبدا ان احنا ايه نبص عليها، يعني نظبطها كده ونجيب. قال لي طيب يا سيدي احنا دلوقتي ايه اتكلمنا احنا على السؤال ده، نبدا ان احنا ايه نحل. قال لي دوت احنا ايه يعني، هو نزلنا واحده تانية ديت كده فاضيه، ونحل هنا نشوف السؤال الاول. بيقول لي السؤال if the actual mass بتاعت النيوكليس، قال لي الاكتوال ماس بتاعت النيوكليس بتاعت الكلورين ايزوتوب كام، اللي هو سي ال 37 فوق و17 تحت، بتساوي كام؟ بتساوي الرقم اللي عندي ده. قال لي والماس بتاعت البروتون بكذا، والماس بتاعت النيوترون بكذا. فبيقول لي انهي من دول بينطبق على النيوكليس اللي موجوده قدامي. طب تعالى نشوف. الثيوريتيكال ماس بتاعت البروتون اللي موجودين بالنسبة لي بكذا، فأنا محتاج إن أنا أحسبها. فهقوم جايب الآلة، إحنا ساعة لما جبنا الآلة إحنا جبنا الآلة وقمنا حاسبينها إيه، حاسبينها كلها على بعضها بكام. اللي طيب عايزك تحسبها لي وإيه، وهي كل واحدة إيه، كل واحدة لوحدها. فإحنا نقوم قايلين له أهو تعالى يا سيدي هنضرب 1.00728 ديت اللي هو التايمز الكام، ال 17 دوت اللي هو إيه الثيوريتيكال ماس بتاعت البروتونز، اللي هو عدد البروتونز في الوزن بتاع الواحدة منهم. طلع لي بكام؟ ب 17.12376. يبقى هل الثيوريتيكال ماس بتاع البروتونز بيساوي الكلام ده؟ هو انا قايل له ايه؟ هو انا قايل له لا، ما يساويش بالنسبه لي الكلام ده. فانت تقوم قايل ايه؟ انت يعني احنا مش الثيوريتيكال ماس بتاع البروتونز بيساوي ال 20.1732، قال لي لا مع الاله هي كام؟ 17.12376. اقول له ماشي خلاص. طب هل الثيوريتيكال ماس بقى نشوف، يبقى اول واحده كده غلط، اللي بعد كده الثيوريتيكال ماس بتاع النيوترونز طلع لي ب 17.12376. قال لي ايه ده؟ ده الرقم اللي انا لسه مطلعه. يبقى هو هنا كده عامل ايه؟ هو عاكس الرقم الماس اللي من فوق ديت تبقى بتاعت النيوترونز، وال 17 دي تبقى بتاعت مين؟ بتاعت البروتونز. فاحنا كده عرفنا ان ايه، ان الاثنين دولت مالهم، الاثنين دولت غلط. قال لي طيب يبقى كده اول اتنين غلط. بيقول لي بعد كده الماس ديفكت في النيوكليوس كومبوننتس بكذا. فانا محتاج احسب له الماس ديفكت اللي هو كان بيساوي ايه الثيوريتيكال ماس ماينس الاكشوال ماس. اقوم جاي قايل له الثيوريتيكال ماس كانت بكام؟ كانت ب 37.297 ناقص كام؟ 36.966. الاقي ان هي طلعت معايا بكام؟ الاقي طلعت معايا ب 0.331. هل 0.331 ديت هي تساوي الماس ديفكت؟ هل ديت بتساوي الماس ديفكت 0.331؟ قال لي اه، دي بتساوي الماس ديفكت بالنسبه لي. فبالتالي اقوم انا قايل له ايه، قايل له يا عم الحاج دوت ايه الماس ديفكت بتاعتك ديت كده ايه صح. قال لي طب تعالى كده نتاكد ونحسب البايندنج انرجي. احنا طلعنا ان الماس ديفكت ب 0.331. هو الوحده اللي قايل ان بايندنج انرجي اس كذا مليون الكترون فولت اهي قدامي. المليون الكترون فولت قلنا القانون بتاعها كام؟ ان انا بضرب الماس ديفكت في 9 3 1. قال لي اضرب لي الرقم اللي طلع معاك ده كده في 9 3 1 وشوف هتطلع بكام. الاقي ان هي طلعت بكام؟ ب 308.161. طلعت معايا بكام؟ ب 308.161. طب طالما هي كده 308.161، هل هي 30.723 اللي هو كاتبها لي ديت؟ هقوم قايل له ايه؟ هقوم قايل له لا مش هي. فبالتالي الإجابة عندك هتكون ايه يا عم الحاج؟ هتكون الأنسر هي سي بس، هي اللي صح في وسط كل الباقيين دولت. يبقى مين الصح؟ سي بس هي اللي صح، والباقيين دولت كلهم غلط. طب تعالى بص لي على السؤال اللي ايه اللي بعده. بيقول لي النيوكليار بايندنج انرجي بتاعت كل نيوكليون ايه ده؟ يعني ايه كل نيوكليون؟ انا القانون اللي كنا بنقول عليه ان هو الماس ديفكت او مضربه في التسعة تلاتة واحد، ده كان بيجيب لي مين؟ النيوكليار بايندنج انرجي. النيوكليار بايندنج انرجي كلها. جميل. قال لي اه. قال لي دلوقتي انا عندي مصطلح اسمه النيوكليار بايندنج انرجي ده، بعد ما تجيبه كله تقوم اقسمه بقى على ايه؟ على عدد النيوكليونز نفسهم. على عدد مين؟ النيوكليونز، يعني على عدد كل الحاجات اللي جوه. انت جبت لي النيوكلير بايندنج انرجي اللي هي الطاقه اللي مربطه كل الايه
النيوكليونز وبعضهم. انا عايز اعرف كل واحد من الجماعه الكرام دولت مساهم بقد ايه. فعشان اعرف كل واحد مساهم قد ايه، فانا هقسم الكليه ديت على ايه، على عددهم. فاحنا هنجيب الماس ديفكت ده نضربه في 9.31 ونقسمه على ايه، على عدد النيوكليونز. قال لي طب تعالى نجرب كده. هو هنا قال لي ايه، قال لي نيوكلير بايندنج انرجي بقى بتاعه النيوكليون الواحد اللي هي بتساوي مين، قال لي بتساوي دي كده هتبقى اللي هي ايه للواحد بس. قال لي للواحد بس ديت هتبقى بالنسبه لنا بتساوي ايه، قال لي بتساوي الكلام ده. جميل، قال لي بتساوي الكلام ده. يبقى انا هشيل ديت كلها واقوم حاطط مكانها 7.42007 ميجا مليون الكترون فولت. فهو قايل له بقى هو عايز ايه، قايل لي ان الماس بتاعت البروتون الواحد وبتاعت النيوترون كذا وكذا. بيقول لي هات لي الاكتشوال ماس. طب تعالى كده نطبق القانون اللي عندنا ونشوف ايه اللي ناقص من القانون ده اصلا. انا دلوقتي عندي 7.42007 ده لكل واحد تساوي الماس ديفكت، واقوم ضربه في كام؟ ضربه في 9.3.1 واقسمه على عدد مين؟ على عدد النيوكليونز. عدد النيوكليونز معايا قال لي عرفتها منين؟ من الماس نمبر بتاع الايه، بتاع الكربون اتوم اللي هو مديهوني ده. اما قايل له ادي عدد النيوكليونز اللي هو العدد اللي من فوق اللي هو يساوي النمبر اوف بروتونز زائد نمبر اوف نيوترونز اللي هو 12. يبقى انا كده ناقصني مين؟ ناقص لي الماس ديفكت. قال لي طب هو الماس ديفكت ده اصلا بيساوي ايه؟ بيساوي الثيوريتيكال ماس. الثيوريتيكال ماس هنا كده تي اللي هي ثيوريتيكال وام اللي هي ماس، ناقص مين الاكتشوال ماس اللي هو مين، اللي هو الفعلي اللي هو بيكون مديهوني. قال لي طب هو ايه، قال لي هو بيدور اصلا على الاكتشوال ماس. يبقى هو بيدور على مين، بيدور على ده، على الاكتشوال ماس. يبقى انا كده محتاج ان انا اخلي كل المعادله اللي موجوده قدامي ديت كلها فيها كل حاجه ما عدا الاكتشوال ماس. هنحتاج ان ايه، ان احنا نحسب له مين الثيوريتيكال ماس عشان يبقى متبقي لي مين بس الاكتوال ماس. قال لي طب تعالى نحسب له الثيوريتيكال ماس. قال لي الثيوريتيكال ماس دلوقتي ديت لما نيجي نحسبها كانت عباره عن ايه، عباره عن الماس بتاعت البروتون الواحد اللي هي 1.00728 اضربها في ايه، في عدد البروتونز نفسهم واجمعها على مين، اجمعها على الماس بتاعت النيوترون الواحد اللي هو 1.00866 واضربها في عدد الايه النيوترونز. قال لي طيب عدد البروتونز بالنسبه لك اصلا بيساوي ايه، قال لي عدد البروتونز عندي اللي هو بيساوي الاتوميك نمبر اللي هو كام 6. طب وعدد النيوترونز هيساوي الماس نمبر اللي فوق ناقص الستة اللي تحت، فهتبقى كام 6 برضه. يبقى انا لو جيت حسبت دي هلاقيها طلعت لي بمين، بالثيوريتيكال ماس. او ما انا قايل له ماشي. دلوقتي انا عملت ديت وعايزين دلوقتي ايه، نجيب الآلة. فلما نجيب الآلة يا سيدي نلاقي ان هي طلعت عندنا دلوقتي بكام، نلاقي ان احنا ادي اهو يا سيدي 1 هنا كده اهو 1.00728 هضربها في 6 واقوم ضايفها على هنا كده 1 بوينت، يعني ديت 1.00866 اضربها في كام، في الستة. هلاقي ان ديت طلعت معاك كام، ب 12.09564. ب 12.09 ايه كان ايه كده تاني 564. 564 ده كده مين ده الثيوريتيكال ماس. اقوم جاي هنا في المعادله ديت كده ومعوض دي. طب بعد ما اعوض قال لي انا عايز ان يتبقى عندي ده كده من فوق بس. فلو انت حد معاك آلة وفيها شيفت سولف فانت هتقوم شايل الاي ام ده تحط مكانها اكس، وهنا تقوم حاطط 12.09564 وتقوم عامل شيفت سولف للاكس. ده لو انت عارف الشيفت سولف وعندك على الآلة. بس بافتراض ان هو مش عندك على الآلة هنحلها دلوقتي بطريقة ماس بسيطة خالص. أول حاجة إحنا هنشيل ده كده، هنشيل الثيوريتيكال ماس ده ونقوم كاتبين مكانه 12.09564 ونقوم قافلين القوس كده. يلا نحل كده كأننا بنحل أي إيكويجن زمان. فأنا أول حاجة هخلص من ال 12 اللي تحت ديت هضربها في الإيه، في الرقم اللي قدامي ده من فوق. فهيبقى عندي هنا كده المعادلة بتساوي 12 هنا كده تايمز ال 7.42007. هل انا كده ضربت مين؟ ضربت الايه النيوكلير بايندنج انرجي في النيوكليون الواحد في عدد النيوكليونز. هيديني مين نيوكلير بايندنج انرجي الكبيرة. هتساوي ايه ديت؟ قال لي هتساوي كل الكلام اللي جنبه الناحية دي 2 هنا كده 12.09564 ناقص الاكشوال ماس. قال لي طيب زائد مين سوري تايمز مين، تايمز 931. قال لي طيب احنا ايه عايزين نجيب ديت كده فين، نشد ديت كده ايه على جنب. فاحنا نقوم جايبين ديت كده كلها ونقوم ايه، ونقوم واخدينها معانا محركينها كده سيكا.
ونقوم قايلين له يا سيدي ادي عندي اهي المعادله. جميل. طيب ايه الاستابل اللي هنعملها بعد كده؟ قال لي الاستابل اللي هتعملها بعد كده انت تطير لي ال 931 اللي هنا، فهنقسم هنا على 931، فدي تطير مع دي، وهنقسم هنا على كام؟ على 931. حلو جدا. قال لي حلو، فدي هتتشال كده وتروح مع دي. قال لي ناقص لي ايه بقى كده؟ ان انا اجيب الاكتشوال ماس، وده بالنيجاتيف هنا، اقوم عامل ايه؟ اوديه هناك بالبوزيتيف واجيب ديت بالنيجاتيف. فانا هقوم عامل ايه؟ هقوم قايل له خلاص احنا هنجيب ديت زي ما هي كده، هنشيل الاي ام ديت، واقوم حاطط مكانها مين؟ الجماعه الكرام دولت اللي هيجوا ايه؟ هيجوا هنا كده بالمنظر ده. واقوم قايل له ان ادي يا سيدي لما اطرح ال 12.09564 ماينس الكلام الجميل ده، هيطلع لي مين؟ هيطلع لي الاكتشوال ماس. تعالى كده نحطها على الآلة ونشوف هتطلع عندنا بكام. يا رب ان انت تكون حد بتحب الماس، علشان ايه؟ عشان ما تتوهش في وسط كل الارقام اللي انا كاتبها دي. تقوم احنا قايلين له بقى ادي عندنا 12.09564 دوت ماينس، ادي عندنا مين؟ ادي عندنا اول حاجه نحط قوس هنا كده حلو، نقوم قايلين له هنا كده ايه؟ 2 تايمز 7.4 كام؟ 2007. واقوم قايل له ان تحت عندنا هيبقى عندنا كام؟ 931. ونقوم ايه؟ ونقوم قافلين القوس الجميل دوت ونقول له يساوي كام؟ نلاقي يا سيدي ان الاكتشوال ماس اللي هتطلع معانا تساوي ايه؟ لو تساوي 12.0797، اللي هي كام؟ اللي هي 12 يو. تقول لي يا دكتور طلعت ب 12 في الاخر. هقول لك احنا من الاول عارفين ان هي هتطلع ايه؟ 12. ليه بقى يا سيدي؟ لان هي ما ينفعش تكون 14 ولا 16 ولا 10. الفرق اللي هنلاحظه ما بين ال 12.09564 ده بيبقى فرق في ارقام من 100 ومن 1000. فاستحالة ان احنا نلاقي ان احنا عندنا الثيوريتيكال ب 12 والاكشوال نلاقيه عندنا حاجة غير ال 12. هي هتبقى 12 بوينت كذا كذا كذا، زي ما هي طلعت معانا هنا كام؟ 12 بوينت ايه؟ هي بتاع اختفت، ماشي، 12.0 ايه 7 حاجه. فهنلاقي ان هي دايما ايه؟ 12 يو. يبقى انت هنا تلقائيا المساله لما تجي لك كده الاكتوال ماس هتكون ايه؟ ما ينفعش لا تكون 10 ولا 14 ولا 16. امال احنا حليناها ليه بقى كده وما اخترناش 12 على طول من الاول؟ علشان نتعرف على ان احنا بنحل المسائل ديت ازاي. طيب هسيب لك المسألة ديت انت كده ايه، او انا هحلها، انا هحل جزء منها وانت تحل الباقي. ان ان element البايندنج انرجي اللي في النيوكليس بتاعت الاتوم تساوي كذا. دي البايندنج انرجي. وبيقول لي ان البايندنج انرجي للنيوكليون الواحد بيساوي الكلام ده. يعني هو مديني البايندنج انرجي الكبيرة وللنيوكليون الواحد. قال لي طب انا ممكن استنتج ايه من الكلام ده؟ قال لي لو قسمت البايندنج انرجي الكبيره على البايندنج انرجي بتاعه النيوكليون الواحد، هلاقي ان هو يطلع لي مين؟ يطلع لي عدد النيوكليونز. يبقى هيطلع لي مين؟ النمبر بتاع النيوكليونز. النمبر دايما بنرمز له شباك كده. فهيطلع لي عدد النيوكليونز لو قسمت دي على دي، صح؟ قال لي اه. ما ليه؟ ما انا اصلا البايندنج انرجي لما بقسمها على النيوكليونز بيطلع لي البايندنج انرجي النيوكليون الواحد. فهي ايه؟ ايكويشن هي موجوده قدامي. بيقول لي يا سيدي الفالنس سيرد انرجي ليفل اللي هو الام فيه 3 الكترونز. اه ده رجعني لايه؟ للتوزيع بتاع الالكترونز. قال لي ان التالت فيه 3. فانت تقوم قايل لي ان الاول بيبقى فيه 2، التاني فيه 8، التالت فيه 3. فانت عرفت دلوقتي عدد الالكترونز اللي موجوده عنده كليا، اللي هي تبقى كام؟ اللي هي 2 و8 10 و3 يبقى كده 13. فاحنا عرفنا ان هو عنده 13 الكترونز. قال لي جميل. احنا ايه؟ شفت احنا بنعمل ايه؟ بنحلل الايه الجيفنز كل ما بنمشي. عايز يعرف النمبر اوف نيوترونز. قال لي اه. طب النمبر اوف نيوترونز ده انا ما كانش في عندي حاجه واحده تعرفه لي غير شيء واحد: الماس نمبر اطرح منه الايه؟ الاتوميك ايه؟ الاتوميك نمبر. اللي هطرح الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر. قال لي طب دلوقتي الاتوميك نمبر ده انا عندي 13 الكترون، مش كان الاتوميك نمبر بيساوي النمبر اوف بروتونز اللي في نفس الوقت بيساوي النمبر في الكترونز؟ قال لي اه. يبقى انا عرفت ان الاتوميك نمبر ده كده 13. محتاج اعرف مين؟ محتاج اعرف الماس نمبر. قال لي طيب اقدر اجيبه ازاي؟ قال لي ايه ده؟ هو مش النمبر اوف نيوكليونز ده هو اللي بيساوي عندي الماس نمبر؟ قال لي اه. يبقى بالتالي انا ممكن اقسم البايندنج انرجي على البايندنج انرجي للنيوكليون الواحد، هيطلع لي الماس نمبر، واقوم حاطه هنا على طول يطلع لي كام؟ اطرح منه 13 يطلع لي النمبر اوف نيوترونز. تعالى يا سيدي هات الآلة بتاعتنا الجميلة ديت، وقول لي هنا ان انت هتقسم لي 186.03 اللي هي مين؟ اللي هي البايندنج انرجي الكبيرة على 6 بوينت كام 89 اللي هي بايندنج انرجي نيوكليون الواحد. يطلع عندي كام نيوكليون؟ يطلع عندي 27 نيوكليون.
يبقى الماس نمبر بتاعي يساوي كام؟ يساوي 27. أقوم له 27 ناقص ال 13 تطلع لي بكام؟ ب 14. ويبقى دوت هو مين؟ هو النمبر اوف مين؟ اوف النيوترونز الجميلة اللي هي انسر سي. عرفت معايا كده الدنيا جميلة لحد دلوقتي زي الفل. كده احنا خلصنا النيوكلير بايندنج انرجي. هنتكلم بقى على حاجه مهمه جدا وهي اسمها البيلت اوف ستابيليتي. بيقول لي ان البيلت اوف ستابيليتي دوت بيبقى عندنا ايه؟ حاجه زي الحزام كده، جراف فيه إن عدد النيوترونز وعدد البروتونز. قال لي لو جيت تلاحظ كده، يعني احنا لو جينا نمشي في البريدك تيبل واحده واحده، نروح نجيب بريدك تيبل ونيجي. عمنا الاستاذ البيلت اوف ستابيليتي دوت بقى كان بيقول لنا ايه؟ كان بيقول لي والله ان انت عندك دلوقتي نمبر اوف بروتونز والنمبر اوف نيوترونز اللي احنا بنشوفهم، اللي هم بيعبروا لنا عن ايه؟ بيعبروا عن الماس نمبر، اللي هو الاثنين مع بعض لو جمعناهم. قال لي طب دوت في حاله ان انت لو جمعتهم. قال لي انا دلوقتي عايز اعمل مقارنه بسيطه ما بين ايه؟ ما بين عددهم وهم ايه؟ وهم ايه يا سيدي؟ قال لي وعدد كل واحد لوحده وهو فرداني. قال لي طيب، عدد كل واحد لوحده وهو فرداني يا سيدي بيعبر بالنسبة لي على إيه؟ على ريشيو أقدر إن أنا أعملها. الريشيو اللي أنا أقدر أعملها ديت، ألاقي إن هي مالها. قال لي والله الريشيو ديت لو هي بقت أكتر من واحد هيبقى عندي كده. الكلام دوت بيدل على حاجة. وقال لي ولو دوت بيبقى أقل من واحد، قال لي بيعبر عني عن حاجة تانية تماما. فقوم قايل له طيب، فين الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ قال لي ده بيلت اوف ستابيليتي. بيقول لي والله شايف الخط اللي هو اللي معمول ده؟ قال لي اه. قال لي الخط ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن واحد. لو قسمت عدد الايه البروتونز على النيوترونز. قال لي طيب، هلاقي ان ايه؟ ان هو عندي هنا هو حاطط البروتونز فوق وحاطط النيوترونز تحت. هلاقي هنا مثلا حاطط النيوترونز فوق حاطط البروتونز تحت. هي بتفرق؟ اقول لك لا، هي بتتفهم ان انت بالنسبه لك انا الطبيعي اللي انا هبدا إن أنا اكون بتكلم عليه هو ايه؟ ان النمبر اوف نيوترونز يساوي على النمبر اوف بروتونز يساوي واحد، اللي هو الخط ده. قال لي البيلت بيكون فوقيه. يعني لو النمبر اوف نيوترونز هو اللي من هنا، قال لي البيلت هيكون من فوقه. قال لي طب وهنا النمبر اوف بروتونز هو اللي من فوق، يبقى البيلت هيكون ايه؟ تحت الخط الواحد. قال لي طيب، الاحظ ان ايه او اسئلته بتبقى عباره عن ايه دوت. بيقول لي والله ان انت عندك في نص البيلت الحزام اللي موجود، بص كل ده اللي هو الحزام. قال لي في نص الحزام ده انت بتكون عندك الايزوتوبس مالهم الستيبل. يعني الايزوتوبس الستيبل ايه؟ يعني دولت الحاجات الثابته. لكن اللي غير كده اللي هو في باقي الدايره، اللي في سوري في باقي الحزام، هيبقى بالنسبه لنا اللي بيعبر عن ايه؟ عن ان هو راديو اكتيف. يعني اي حاجه موجوده هنا هو عباره عن ايه؟ ليه هي مظلله اصلا؟ او هي بتعبر عن ايه النقطه دي؟ قال لي النقطه دي بتعبر عن الراديو اكتيف ايزوتوبس، ولكن اللي من فوق ده بيعبر عن الستيبل ايه؟ ايزوتوبس. تقول لي طب ازاي يعني يا دكتور؟ اقول لك تعالى نمسك مثلا دلوقتي، لو احنا عندنا حاجه عندها النمبر اوف نيوترونز 20، فلو النمبر اوف نيوترونز سوري النمبر اوف بروتونز 20، يعني هاخد الخط كل ده. قال لي مين النمبر اوف بروتونز بتاعته بتبقى ب 20؟ قال لي والله ما عنديش حاجه غير ايه؟ غير الكالسيوم، هو اللي عنده 20 الاتوميك ماس. قال لي الماس نمبر اللي من فوق دوت سوري 20 اتوميك نمبر. قال لي الماس نمبر اللي موجود من فوق دوت ماله؟ قال لي بص، انا شايف الخط اللي هو بتاع ال 20 ده، بص عليه في نقطه هنا وهنا 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 وهنا، ويفضل ماشي بالمنظر ده. طب هو طالما هو بيفضل ماشي بالمنظر دوت، او ما انا قايل له ايه؟ قايل له ان كل النقط دي هي عباره عن ايزوتوبس، الزرقاء منها بس اللي هي هنا دي، قال لي دي الستيبل. قال لي ديت الستيبل اللي بتبقى موجوده هنا. يبقى شفت اللي بيحصل؟ يبقى انا عندي كل خط من النمبر اوف بروتونز ده بيعبر عن اليمنت معين. واي حاجه متلونه هنا سواء اذا كان بالايه، باللون اللي هو التركواز او معرفش هيبقى اللون دوت ايه، هيبقى وهو والازرق دولت كلهم عباره عن الايزوتوبس بتاعت مين؟ بتاعت الاليمنت الفلاني ده. طب هنا مثلا نمسك ال 40 نطلع بال 40، اي حاجه موجوده هنا بالنسبه لنا دي عباره عن ايه؟ عباره عن الايزوتوبس بتاعت الاليمنت اللي عند ال 40. قال لي طيب، ايه اللي انا بستنتجه بقى؟ قال لي والله بص، كل لما النسبه بتاعت النيوترونز على البروتونز تعلى، تبقى الحاجة ديت مالها؟ تبقى الحاجة ديت unstable. يبقى بالنسبة لنا دلوقتي ليه أنا الحاجة اللي هتبقى موجودة بالنسبة لي دي هتبقى unstable، تبقى radioactive؟ قال لي بسبب إن الريشيو بتاعت النمبر اوف نيوترونز على النمبر اوف بروتونز هتبقى إيه؟ هتبقى عالية. قال لي طيب، يجي يقول لي هنا كده السؤال اللي موجود قدامي، بيقول لي ليه الكالسيوم 35 يا سيدي دوت ماله؟ ايميت بوزيترون. أنا مش فاهم يعني إيه ايميت بوزيترون، بس معناها من الآخر إن هو مش هيكون طبيعي. مش هيكون ايه؟ مش هيكون طبيعي. اقوم قايل له ليه بقى؟ اقول له هو الكالسيوم ده عدد البروتونز اللي عنده كام؟ قلت لي 20. قلت لي طيب دلوقتي كالسيوم 35 يعني ايه؟
يعني الماس نمبر اللي من فوق 35. تقدر تعرف لي النمبر اوف نيوترونز؟ او قايل لك النمبر اوف نيوترونز يا سيدي هيكون عامل ازاي؟ هيكون 35 minus 20 اللي هي 15. دي تعبر عن ايه؟ عن النمبر بتاع ايه؟ بتاع النيوترونز. وده بيعبر عن النمبر بتاع مين؟ بتاع البروتونز. اي لو جيت اقسمهم على بعض، هقسم ال 15 على ال 20 ديت، قال لي مالها؟ هلاقي ان هي هتبقى ايه؟ هلاقي ان هي تحت الواحد. يبقى احنا ممكن نعمل ده كده ونقول ان هي ديت هتبقى مالها، سوري، ان هي تحت الواحد، فهي ايه؟ اصغر من الواحد، اللي هي الناحيه العكس كده، اصغر من الواحد. قال لي طيب، ايه المشكله لما تبقى اصغر من الواحد؟ قال لي والله الحاجه اللي قدامي لو كانت اصغر من الواحد او كانت اكبر من الواحد، هلاقي ان هي ايه؟ هلاقي ان هي بتبقى موجوده بالنسبه لي في الايه؟ في الحتت دي، في الحتت اللي هي ايه؟ الراديو اكتيف. فطالما هي تبقى في حته الراديو اكتيف، فهتعمل هتشع حاجه. هتشع يعني ايه؟ هتعمل رياكشن ليها علاقه برياكشنز النيوكلير كيمستري، الحاجات اللي احنا لسه هناخدها. وهو قال لي هنا كلمة ايميت بوزيترون، فهي ده معناه ان هي هتشع بوزيترون. طب معناها ايه؟ يعني هي هتبقى راديو اكتيف. قال لي ليه هتبقى راديو اكتيف؟ اقوم باصص بقى على البلت اللي عندي ده. البلت ده عبارة عن ايه؟ نمبر اوف نيوترونز على النمبر اوف مين؟ اوف البروتونز. قال لي نمبر اوف نيوترونز على النمبر اوف البروتونز. طب انا اقوم قايل له دلوقتي انت بالنسبه لك اللي هنا الريشيو بتاع النيوترونز على البروتونز ماله اقل من واحد. يبقى لما نيجي نبص هنا because it's n over z ratio عالي، لا ده اقل من الواحد، فده واطي. because its number of neutrons is very high، number of neutrons عالي، اقول لك لا برضو مش السبب ده. يبقى هو ايه؟ يا اما lies above the right side of the belt of stability، ادي الناحيه اليمين اهي بتاعت ايه؟ بتاعت البيلت اوف ستابيليتي، ادي الناحيه اليمين اهي في الحته دي كده. او ان هو لاي داون ذا رايت سايد بتاعت البيلت اوف ايه؟ اوف ستابيليتي. ادي يا سيدي البيلت اوف ستابيليتي اهو. يا اما هو بيعمل ايه؟ يا اما بيكون فوق البيلت اوف ستابيليتي، يا اما تحت البيلت اوف ستابيليتي. احنا هنا بقى بالنسبه لنا هو ماله؟ قال لي البيلت اوف ستابيليتي دوت اللي موجود هنا، اللي هو بص ماله. قال لي ان هو عنده الان الريشيو بتاع النيوترونز على البروتونز في الحته دي بواحد ونص، هنا مثلا ب 1.28. فانت عندك الرقم ده قليل، ده تحت الواحد اصلا، يبقى هو هيبقى ماله؟ هيبقى تحت البيلت اوف ستابيليتي في المنطقه ديت كده. فهنختار ان هو لايت داون الرايت سايد بتاعه البيلت اوف ستابيليتي. يعني هو هيبقى ايه؟ هيبقى تحت الرايت سايد بتاعه البيلت اوف ستابيليتي، مش فوقه. جميل. شفت فوق اللي هو هنا دوت كده، معناها طالما انت فوق البيلت اوف ستابيليتي، ده كده معناه ايه؟ معناه يا سيدي ان انت عندك النيوترونز على البروتونز دي بتكون اكبر من الواحد، بتكون كبيره. انما لو انت تحت النيوترونز على البروتونز هتكون مالها؟ تكون اصغر من الواحد. طيب، دوت اللي هو بالنسبه لنا يا سيدي كان نيوكلير ستابيليتي. طب هو يعني ايه نيوكلير ستابيليتي من الاساس؟ تقوم قايل له انت والله نيوكلير ستابيليتي ديت، انا هقول لك شيء بسيط، ان هو مش هيبقى راديو اكتيف. معنى ان هو مش هيبقى راديو اكتيف يعني مش هيدخل في رياكشنز، مش هيعمل حاجات معينه كده بقول عليها ان هي راديو اكتيف مشعه. طب انت جاي قايل لي هو يعني ايه اصلا مشع؟ اما قايل لك راديو اكتيفيتي دي خاصيه احنا عرفناها لما كان عندنا عالم جاب شويه يورانيوم وحطهم على كوين. لقى ان ايه اللي بيحصل؟ لقى ان الورقه، هو كان حاطهم على فيلم، عارف انت الفيلم بتاع الكاميرا بتاع زمان، اللي هو الافلام اللي بتتحط في الكاميرات زمان ديت. قال لي ايه؟ قال لي والله ان الفيلم ده لما حط عليه اليورانيوم قام ايه اللي حصل؟ قام الفيلم ده متآكل، تآكل كده، كأن اليورانيوم ده حرقه بس من غير ما يلمسه، والكوين فضل زي ما هو ثابت. فاستنتج ايه من الكلام ده؟ ان الراديشنز، الاشعه اللي طلعت من اليورانيوم، عملت ايه؟ اخترقت الورقه، وكامل ايه؟ قطعت الورقه، ولكن ما قدرتش ان هي تخترق الميتاليك اوبجكت. يبقى نستنتج كده ان الاشعه، هو عمل اشعه طلعت، وهنعرف ايه الفرق ما بين حاجه اخترقت وحاجه لا. لكن اللي انا عايزك تتفهمه هو اليورانيوم دوت ده حاجه راديو اكتيف. يعني ايه راديو اكتيف؟ يعني هو قاعد كده في امان الله، تلاقي ان هو ايه؟ بدأ ان هو يطلع اشعاعات. وانت تبقى عارف كده ان اليورانيوم ده اكتر مثال عندنا هناخده في الحاجات الراديو اكتيف. ليه؟ عشان هو دوت اكتر حاجه موجوده عندنا، واللي بيتحط في الايه؟ في المفاعلات النوويه، واي حاجه مفاعل بتاعه تشيرنوبل، اي حاجه هتلاقي قدامك هتلاقي ان هو استخدموا فيها ايه؟ اليورانيوم. اقوم قايل لك طيب، اليورانيوم دوت ماله؟ قال لي ده بيخش في سلسله تحلل، تقعد كده ايه؟ يعمل يشع حاجات. فدلوقتي احنا كان عندنا مثلا، ادي عندي بوكس اهو. قال لي البوكس ده شع، يعني هو عمل كده راديشن للجزء ده، الجزء ده اللي طالع منه. فهل دلوقتي باقي البوكس هيبقى بيمثل نفس البوكس وهو كامل؟ قال لي لا. قال لي انت دلوقتي هو طلع حاجات من عنده. قال لي والله لو الحاجات دي اللي طلعت أثرت على عدد البروتونز
هلاقي ان ايه اللي هيحصل؟ قال لي هلاقي يا سيدي حاجه بسيطه جدا. هلاقي ان ايه؟ ان احنا طالما عدد البروتونز بالنسبه لي اتغير، فنمبر اوف بروتونز بتاعت اليورانيوم مثلا كانت بكام؟ قال لي النمبر اوف بروتونز بتاعت اليورانيوم كانت يا عم الحاج بكام؟ ب 92. قال لي لو لقيت ان النمبر اوف بروتونز اتغيرت وبقت 90، يبقى انا كده اتحولت من اليمنت اليورانيوم لنيو اليمنت جديد. يبقى انا دلوقتي انا مش بس انا عندي حاجتين ممكن اخسرهم، عندي ثلاث حاجات ممكن اخسرهم، يا اما بروتون يا اما نيوترون يا اما الكترون. فانا طالما عندي ثلاث حاجات ممكن اخسرهم، قال لي لو غيرت في النمبر اوف بروتونز هلاقي ان انا كده غيرت ايه؟ الاليمنت نفسه. لو بقى 90 ده معناه كده ان هو بقى اليمنت تاني كده، ايه الرمز بتاعه؟ تي اتش. حلو. قال لي طيب. قال لي دوت لو انا غيرت البروتونز. قال لي طب لو غيرت النيوترونز، فانا كده النمبر اوف بروتونز لو ثابت، يبقى طالما انا بغير في النيوترونز يبقى انا كده ايه؟ بقيت ايزوتوب جديده من الحاجه اللي موجوده عندي. بقيت ايزوتوب جديده من الحاجه اللي موجوده عندي. يعني طب تعالى نبص كده، احنا عندنا بيكون عندنا اتومز مش ستيبل. تلاقي ان هي اتوم مش ستيبل زي مين؟ زي اليورانيوم. تبدا ان هي تتحول واحده بواحده. اتحولت لايه؟ لتي اتش، بعد كده بي اي، بعد كده يورانيوم، تقوم يورانيوم متحوله تاني لتي اتش، بعد كده ار اي، ار ان، بي او. هنا كده ايه؟ بي بي، بي اي، بي او، بي بي، بي اي، بي او. يفضل يتحول لحد ما يوصل للحاجة الوحيدة اللي ستيبل اللي في الجدول ده كله، وهي مين يا عم الحاج؟ هو البي في اللي هو الليد اللي موجود قدامي. يبقى اليورانيوم تلاقي ان هو بيتحول للتي اتش وبعد كده للار اي والار ان، يقعد يتحول كده، يقعد ينزل وينقص ينقص ينقص، يقعد يعمل راديشن يشع، وكل ما يشع حاجه تلاقي ان هو بيخسر معاها. شع حاجه خسر معاها جزء من الاتوم نفسها. فالاتوم نفسها اللي بيخسر الجزء ده بيكون يا اما ايه؟ بروتونز بس، يا اما بتكون ايه؟ يا اما بتكون بروتونز وتكون معاها ايه؟ نيوترونز. طيب، فانا عندي دلوقتي افهم كونسبت ان انا عندي الحاجات الاتومز ديت اللي هي كل الحاجات اللي فوق ديت كده، تلاقي ان كل الحاجات ديت مالها؟ بتطلع راديشن. قال لي طب الحاجات اللي بتطلعها ديت بتكون عندي ايه؟ بتكون عندي انواع. اول نوع منهم هو الالفا راديشن، ان هي تطلع لي الفا بارتكل. فاكر الالفا بارتكل ديت كنا قلنا عليها حاجه كده في ليرنينج اوت كام 2؟ قلت لك ان الالفا بارتكل دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن هيليوم. الهيليوم ده عنده اتنين بروتون واتنين نيوترونز، فهيبقى عندي اتنين تحت واربعه فوق، اللي هو النمبر بتاع الماس نمبر اللي هو يساوي الماس بتاعت البروتون زائد ماس النيوترونز. دوت ماله اتنين تحت واربعه فوق. وشلت منه الالكترونز، فهي تعتبر بالنسبه لي ايه؟ هي هيليوم ايون. هيليوم ايون دوت لما اشيل منه الالكترونز بقت اسمها ايه؟ اسمها الفا بارتكل. دلوقتي احنا هنتعلم حاجه مهمه جدا. قال لي الالفا بارتكل ديت انت قلت لي كام؟ قلت لي ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن هي اربعه فوق واتنين تحت. أربعة فوق اللي هو الماس نمبر، والإيه والأتوميك نمبر تحت اتنين. إحنا كل حاجة هنشتغلها دلوقتي في الأكشنز بتاعة الراديشن هي عبارة عن إيه؟ إن إحنا بنشوف الماس نمبر والإيه والبروتونز نمبر دولت هيتغيروا بمقدار قد إيه. فأنت تعالى بص. قال لي اليورانيوم نيوكليوس ديت، أدي اليورانيوم نيوكليوس عادية، طلعت منها ألفا بارتكل. لقيت ان هو اتبقى لي سوريوم نيوكليوس، اليمنت جديد تماما. والماس نمبر اللي موجود عنده ده، هنا الماس نمبر كان 2 3 8، ده 2 3 4. ده حاجه جديده تماما. وطلع بره الالفا بارتكل دي، طلعت تجري. قال لي طيب تعالى بص هنا كده. قال لي كرياكشن انا عندي اليورانيوم كان 2 3 8 فوق، اتحول بقى سوريوم 2 3 4. وكان 92 تحت، اتحول بقى تحت كام؟ 90. تقوم قايل لي حاجه بسيطه جدا. انت دلوقتي كل الرياكشنز عندنا احنا بنشوف الماس نمبر كان كام وبقى ايه وبقى كام، الماس نمبر الجديد، وتقول لي والله الفرق ما بينهم كذا. فانت قلت لي هنا ان ده ناقص 4، وتحت الاتوميك نمبر ماله؟ الاتوميك نمبر ناقص ايه؟ ناقص 2، وبقى اتوميك نمبر ايه؟ جديد. تقول لي 4 و2 ديت اللي هي بتعبر عن ايه؟ هم قال لك 4 فوق و2 تحت، ديت هي مين؟ هي كده الالفا بارتكل. يبقى هي كده عملت راديشن لالفا بارتكل، عملت راديشن لالفا بارتكل. يبقى لما اجيب لك اي نيوكليوس موجود عندي، اي اليمنت موجود عندي، والاقي ان انا لما طرحت الماس نمبر بتاع قبل وماس نمبر بعد لقيت ان هو طلع لي سالب 4 نيجاتيف 4، يبقى انا كده طلعت ايه؟ الفا بارتكل. قال لي عندي يورانيوم طلع لي منها الفا بارتكل، فانا هقوم طارح 4 فوق، يبقى 2 3 8 دي ناقص 4. هتقول لي طب وتحت عرفته منين؟ اقول لك ما هو لما قال لي اسم الاليمنت فانا عرفت بالتالي الرقم اللي من تحت ان هو بيكون مميز لكل حاجه، اللي هي 92 تحت، والسوريوم دوت كام؟ 90. قال لي طب وانا اعرفهم منين؟ اقول لك ما انت معاك البريدكت تيبل. فانت هتعرف دلوقتي 92 بقت 90 يعني نقصت 2، فهنا فوق نقصت 4 وتحت نقصت 2. يبقى في الحالة ديت انا كده ايه؟ انا عملت الفا بارتكل راديشن. جميل. طيب عرفت معنى الفا بارتكل؟ جميل. قال لي ايه تاني ممكن يطلع؟ قال لي بيتا بارتكل.
قال لي البيتا ديت هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكترون. يبقى البيتا ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكترون. طب هو احنا دلوقتي احنا بنتكلم على ايه؟ على النيوكلير رياكشن. نيوكلير رياكشن. قال لي ما انت لو جبت لي مثلا كربون، ادي الكربون 6 وادي 14، طلعت لي منه الكترون من الالكترونز اللي عنده بره، هيبقى كده ايه اللي حصل؟ هيبقى كده ان انت بقيت سي بوزيتيف، يعني بوزيتيف ايون. قال لي لا، انا رياكشنز النيوكلير ما فيهاش الايونز اللي انت بتتكلم عليها دي. قال لي انا عايز اطلع الكترون. قال لي طب وانا اجيب لك الالكترونز تاني منين؟ ما انا ما عنديش غير الالكترونز اللي بره. قال لي فاكر لما قلت لك ان النيوترون كان بكتب ان بوزيتيف نيجاتيف، ان هو نيوترال تشارج، البوزيتيف اللي فيه قد النيوترال اللي فيه. قال لي هي ديت الحته اللي احنا هنستفيد منها. قال لي ايه؟ قال لي ان انا عشان اطلع نيجاتيف، فانا هقوم جايب نيوترون من الاربع من السته، او سوري احنا هنا كده عندنا الكربون 6 تحت 14 فوق ديت، يعني عنده كام نيوترون؟ يعني عنده 8 نيوترونز. قال لي هاخد واحد منهم وافكه، يبقى واحد بروتون، ويبقى ايه؟ ويبقى واحد الكترون. واقوم الالكترون ده يجري بره يروح بعيد، والبروتون ده يلف ويرجع للكربون. قال لي طيب يبقى دلوقتي اللي هيحصل، انا كان عندي ستة دلوقتي. بص انا كان عندي ايه؟ كان عندي ستة بروتون، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة ادي ستة. حلو. وكان عندي كام؟ كان عندي تمانية ايه؟ تمانية نيوترونز. فاحنا هنعمل ادي هنا كده تمانية ايه؟ تمانية نيوترونز. ادي اهو ان، ادي ان وادي ان وادي ان وادي ان وادي ان، ده كده ستة ماشي. وادي السابع وادي الثامن. قال لي ايه اللي هيحصل يا سيدي؟ قال لي انا هاخد اخر واحد ده وهحوله لإلكترون هيطلع لبره، وبروتون هيجي هنا يدخل لجوه. يبقى شفت انا ايه؟ حولت النيوترون اللي كان موجود عندي ده، وايه شطبت عليه كده، قلت له اتحول لايه؟ لبوزيتيف بروتون والكترون يطلع بره. فبقت دي النيوكليوس الجديده اللي عندي. طب تعالى نشوف النيوكليوس ديت لما نيجي نعبر عنها هي كام الاتوميك نمبر والماس نمبر بتاعها. تقول لي الاتوميك نمبر كام؟ انا عندي كام بروتون تحت؟ 1 2 3 4 5 6 7، يبقى تحت 7. فوق كام نيوترون؟ 7 برضو. 7 و7 يبقى كام؟ 14، يبقى فوق 14. لاحظت ان ايه اللي حصل؟ انا الاتوميك نمبر اتحول من 6 ل 7. 6 ل 7 يعني ايه؟ يعني بقيت اليمنت جديد تماما، بقيت اليمنت الايه؟ النيتروجين. يبقى انا دلوقتي بقيت اليمنت النيتروجين اللي هو تحت 7 وفوق 14. يبقى اعرف ان البيتا راديشن ديت بتعمل ايه؟ بتغير لي الاليمنت. البيتا راديشن بتغير لي الاليمنت. قال لي طب دلوقتي انا دلوقتي عايز اعرف، انا طالما انت مش شلت لي النيوترون، انت مش رميت نيوترون اللي بره، قام قايل له اه. قال لي ازاي ترمي النيوترون اللي بره ويفضل برضه في نفس الوقت الماس نمبر عندك هو هو؟ اقول لك ما انا ايه؟ ما انا كان عندي 6 و8، 6 بروتونز و8 نيوترونز. دلوقتي بقى عندي ايه؟ بقى عندي 7 بروتونز و7 نيوترونز. يبقى دلوقتي نشوف ايه اللي تشينج اللي بيحصل لما بعمل بيتا راديشن. ان انا بزود البروتون اللي من تحت بس. كان هنا كده كربون 14 وهنا 6، بقى نيتروجين 14 وتحت ايه؟ 7. يبقى انا زودت اللي تحت بس. قال لي بعمل ايه؟ قال لي بجمع الايه؟ الرقم اللي موجود عندي من تحت هنا. البيتا بارتكل بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الكترون، بكتب من فوق 0 ومن تحت نيجاتيف 1. فلو جمعت النيجاتيف 1 على السبعه الاقي ان هي ايه؟ بقيت 6 اللي هي الكربون اللي انا قبل ما ادخل بيها. يبقى عرفت كده بيتا راديشن. يبقى بيتا راديشن نتعلم حاجتين: اول حاجه ان هو بيغير الاليمنت نفسه، وتاني حاجه هي ايه؟ هو ان انا بعمل ايه؟ ببدا ان انا بزود البروتونز واحد. طيب اخر حاجه الجاما راديشن. قال لي الجاما دي ايه؟ قال لي الجاما دي اصلا اسمها جاما ريز راديشن، يعني بطلع اشعه، يعني هي مش بارتكل. يعني هل دلوقتي انا هبدا اثر في الماس نمبر او في الاتوميك نمبر؟ قال لي لا، لا الماس نمبر ولا ايه ولا الاتوميك نمبر. قال لي ده يعتبر بالنسبه لي ايه؟ شعاع، ري نوت بارتكل. ري ايه؟ نوت بارتكل. هي عباره عن ايه؟ عباره عن شويه انرجي، شويه ايه؟ شويه انرجي. قال لي طيب الثلاثه دول عايزين نعمل مقارنه ما بينهم كده. فلما نيجي نتكلم على النمبر اوف بروتونز، هلاقي ان الالفا بارتكل بتخلي، لو انا طلعت الفا بارتكل، لو انا طلعت الفا بارتكل ايه اللي هيحصل؟ النمبر اوف بروتونز هي بره بارتكل، النمبر اوف بروتونز اللي هو ايه؟ 2 تحت هتقل ب 2. قال طب الاتوميك نمبر برضه هيقل ب 2. النمبر اوف نيوترونز هيقل كام؟ هيقل 2. تقول لي ازاي 2؟ ما انا اقول لك ما انا فوق هقل 4. 4 اللي هم كام؟ 2 بروتون و2 نيوترونز، يبقى الماس نمبر بيقل بكام؟ ب 4. قال لي طب البيتا؟ قال لي البيتا بتزود لي بروتون بواحد وبتزود لي الاتوميك نمبر واحد. قلت لك بتعمل ايه في النيوترون؟ بتاخد نيوترون وتفكه لبروتون والنيوترون، فانا كده النيوترونز هتقل واحد، ولكن الماس نمبر هيفضل ثابت. قال لي طب الجاما ريز مالها؟ تفضل نو تشينج طول الوقت.
بس انا لما اجي اعمل كمقارنه هنلاحظ ان ايه، مش البيتا ديت الكترون يعني ايه، يعني نيجاتيف، والالفا ديت مش قلت لك هي هيليوم بوزيتيف ايون، يعني ايه، يعني بوزيتيف. يعني لو جيت وحطيت دلوقتي الثلاثه، طلعتهم هما والجاما، وحطيت هنا بوزيتيف بول حاجه بوزيتيف، وحطيت تحت حاجه نيجاتيف، ايه اللي هيحصل؟ الحاجه البوزيتيف اللي فوق هتشد النيجاتيف ناحيها، فهتشد البيتا تطلع لفوق، وقال النيجاتيف اللي تحت هيشد البوزيتيف ناحيته، فتلاقي ان الالفا نزلت. قال لي طب كبنتريشن بقى، اقول لك كل ما الحاجه تكبر كل ما تعرفش تعدي، كل ما الحاجه تبقى صغيره كل ما تعرف تخترق. فانا دلوقتي لو جيت قارنت، انا عندي الالفا كانت عباره عن كده 2 و4، الالكترون كان نيجاتيف 1 تحت وفوق عندنا 0، الجاما كنت بقول لك ان هو جاما وشكرا. ماشي، الجاما ديت بقى او قايل ان ايه، ان الجاما ديت تعتبر اصغر واحده، فهيبقى عندها اكتر بنتريشن، اكتر اختراق، تخترق الورقه والالومنيوم والليد، تفضل بص تخترق لحد ما تيجي عند الليد هنا وتعديه كمان. قال لي البيتا مالها، قال لي البيتا تقدر تعدي من الورقه بس ما تقدرش تعدي من الالومنيوم، تدخل في النص كده وتتحاشى. قال لي الالفا دي ايه، ما تقدرش تعدي من الورقه. قال لي بس مين اكتر دامج بقى، قال لي مين اكتر حاجه تسبب دامج وتأثير ايه وحش. قال لي كل ما الحاجة تكبر كل ما التأثير بتاعها هيبقى أوحش. فهنا الألفا بارتكل هيبقى الدمج بتاعها أكتر من الإلكترون، أكتر من إيه؟ من الجاما. جميل؟ طيب بعد كده كإيه كمقارنة ما بين التلاتة. تعال نشوف بقى ايه الاسئله بتيجي ازاي. يقول لي انا عندي يورانيوم اهو، اليورانيوم عند الحاج ده طلع لي اتش اي 4 فوق 2 تحت، يعني دي اسمها ايه، دي اسمها الالفا بارتكل زائد كذا. فانا عشان اعرف زائد ايه يبقى انا هقول له انت هنا دلوقتي انا طلعت ده، ان احنا ايه، احنا بنجمع التوتال اتوميك نمبر والتوتال ماس نمبر اللي قبل السهم قبل الرياكشن واللي بعد. حلو، فلازم ان هما يكونوا قد بعض. فانا فوق عندي هنا كانت 2 3 8، هنا 4 وحاجة، فأطرح 2 8 3 8 ناقص ال 4 تبقى كام؟ 2 3 4. وتحت عندي 92، أطرح منها 2 هتبقى كام؟ 90. يبقى ده الإيليمنت اللي هيطلع لي، الأتوم اللي هتطلع لي من الإيليمنت ده هي اللي هتبقى موجودة. تعال نبص الاختيارات، 2 4 2 فوق غلط، 2 3 4 ممكن، 2 4 2 غلط، 2 3 4 ممكن. قال لي طب أنهي بقى الإجابة الصح؟ من عندي كماس نمبر الاثنين دولت ينفعوا. قال لي إيه المختلف؟ النمبر اوف بروتونز هو اللي مختلف. قال لي هختار مين؟ قال لي هختار يا سيدي الايه، البي اللي هي انسر بي ديت عشان هو ايه 90 تحت. جميل، قال لي اه. طيب بيقول لي انا عندي انستيبل ايزوتوب من الرينيوم اللي هو الار اي 191، الهاف لايف بتاعته 9.8 minutes. الهاف لايف دي حاجه احنا لسه هناخدها. بيقول لي هو بيتا بروديوسر، ايه الاذر برودكت اللي يطلع من الرياكشن. يعني هو دلوقتي انا عندي جبت رينيوم كده 191، ولو بصيت في البريدك تيبل هلاقي ان الرينيوم دوت ماله يا سيدي، هلاقي ان عمنا الرينيوم اللي هو 191 ده، تلاقي ايه، تلاقي ان البتاع دوت الاتوميك نمبر بتاعه ايه. نبص على الاتوميك نمبر بتاع الرينيوم نلاقي ان هو كام، نلاقي ان هو 75. فطالما هو دلوقتي 75 بالمنظر اللي قدامنا ده، قال لي دخل رياكشن، هو ايه بيتا بروديوسر، يعني هو بيطلع بيتا، قوم قايل له البيتا ديت اللي هي ايه، اي نيجاتيف 1 من تحت 0 من فوق. فانا دلوقتي عشان اعرف الحاجه التانيه اللي طالعه معاه اجيب لها الماس نمبر والاتوميك نمبر. تجيب الماس نمبر يا سيدي تلاقي ان هو ايه، 191 طلعت 0، يعني هي ما اتغيرتش، فهنلاقي ان هي الماس نمبر بتاعها هيبقى ايه، كام من فوق 191 برضو. طب الاتوميك نمبر اللي من تحت، قلت لك ان البيتا ديت مالها بتزود لي بروتون، واللي احنا هنحسبها بنفس الكلام اللي فات، ان عندي خانه 75 يبقى لازم هنا يبقى 75، هنا نيجاتيف 1 زائد كام يديني 75، يبقى كام 76 يا سيدي. او نبصص هنا على الاختيارات، انا بدور على حاجه 191، يبقى ديت ممكن وديت ممكن، ديت 192 ما تنفعش، 190 ما تنفعش، 190 ما تنفعش. قال طب الاثنين اللي فوق دول اختار ما بينهم ازاي؟ قال لي انا عندي الاثنين 191 ومديني الاليمنت السيمبل بتاعه. قال لي ازاي اعرف مين منهم 76؟ قال لي بص في البريدكت تيبل يا سيدي، الاقي ان ايه، الاقي ان الدبليو دوت الاتوميك نمبر بتاعه 94، والاو اس دوت الاتوميك نمبر بتاعه كام 95. سوري احنا هنا كده ايه، سوري 75 و5 وكام و74، 75 و74. انا عندي دلوقتي قلت لك ايه، سوري الاو اس دوت كام 76، احنا ال 75 دوت اللي هو الار اي دوت 76، ده 76 و 74، هنختار مين؟ هنختار ال 76 اللي هو انهي، اللي هو الاجابه ايه. جميل يا سيدي جميل. بيقول النيوكليويد اللي هي ديت اللي هي النيوكليوس ديت مالها ايه راديو اكتيف. when one of these atoms decay بيحصل عندي سيريز سلسله من الالفا اند بيتا بارتيكل emission.
قال لي taking the atom through many transformation to end up as a as atom من البي بي 208 وتحت 82. قال لي how many alpha particles طلعت في التحول ما بين ده لايه لده. قال لي طب دي اعرفها منين؟ ده عمل سلسله كبيره، ازاي اعرفها؟ اقول له والله بص، هو الالفا بارتكل دي كانت بتلعب في ايه؟ كانت بتلعب في الماس نمبر وفي الاتوميك نمبر. وقلت لي دلوقتي ان البيتا بارتكل كانت بتلعب في مين؟ كانت بتلعب في الاتوميك نمبر بس، وما بتلعبش في الايه في الماس نمبر. يبقى بالتالي لو انا دلوقتي حصل عندي تغير في الماس نمبر، هيبقى مين اللي سببه؟ هيبقى طبعا الالفا بارتكل بس. ولو حصل عندي تغير في الاتوميك نمبر هيبقى الاثنين. يبقى انا عشان اعرف انا هطلع قد ايه بيتا واطلع قد ايه الفا، الحل الوحيد اللي عندي هو ايه؟ هو ان انا اقوم عامل اول حاجه اعرف انا طلعت كام الفا، وبعد كده طلعت كام بيتا. ليه؟ لان الالفا عندي سهل ان انا اعملها في البدايه، عن طريق ان انا اقول له والله حصل عندي تغير في الماس نمبر بنسبه كذا، فبالتالي ديت هتكون ايه؟ هتكون كذا. جميل. قال لي اه طب تعالى نشوف الكلام دوت عندي هيحصل كايه او ازاي. تقوم قايل لي ايه؟ احنا دلوقتي لما نيجي نقول اول شيء ان انا عندي هشوف التغير في الماس نمبر، فاقول له التي اتش اللي كان 2 3 2 وهنا 92 اتغير بقى بي بي فوق 208 وتحت كام؟ 82. اقول له من ال 232 ديت من 232 ل 280 حصل عندي ماينس كام؟ أو طرحهم من بعض ألاقي إن الماينس بقى كام؟ ألاقي إن الماينس بقى 4 وكام؟ 24. الماينس فوق 24، 24 ده يعني كام ألفا؟ قام قايل له والله الواحدة ألفا بأربعة، يبقى 24 على 4 كام؟ يساوي 6. يبقى أنا عملت كام؟ 6 ألفا بارتكل طلعتهم. طلعت كام؟ طلعت 6. قال لي طيب يبقى أنا كده إيه جاوبت السؤال الألفا بارتكل. قال لي طب لو عايز أعرف قد إيه بيتا؟ هقول له والله بص، مش انا طلعت 6 الفا؟ قال لي اه. قال لي ال 6 الفا دولت انا هنا التغير ما بين 92 ل 82 كان كام؟ ماينس 10. حلو. قال لي جميل. قال لي الستة ألفا، هو الألفا أصلا كام؟ الألفا 4 فوق و2 تحت. قال لي الستة ألفا لما أنقص 6 فالمفروض أنقص 6 في 2، لأن أنا هنقص تحت 2 صح؟ هنقص تحت الأتوميك نمبر هيقل ب 2، وهنقص 6 مرات، ف6 في 2 يبقى كده كام؟ يبقى كده نيجاتيف. نيجاتيف إيه؟ نيجاتيف 12. يبقى أنا هنقص 12 لو أنا طلعت 6 ألفا بارتكل. هنقص كام؟ هنقص 12. حلو. قال لي انا نقصت 10، يبقى انا ايه؟ يبقى انا في حاجه زودت لي 2 بروتونز من بره. يبقى انا في حاجه ايه؟ زودت لي 2 بروتونز من بره. تقوم قايل لي ايه ده؟ مين اللي كان بيزود النمبر اوف بروتونز؟ اقول لك شيء واحد بس، وهو مين؟ وهو البيتا بارتكل. اتفقنا البيتا بارتكل بتعمل ايه؟ بتزود البروتونز واحد. فانا هنا زدت 2، يبقى طالما زدت 2 يبقى في الحاله ديت كده انا عملت كام بيتا بارتكل؟ عملت 2 بيتا بارتكل. يبقى لو سالني على البيتا بارتكل اقول له طلعت لي كام بيتا بارتكل؟ او قايل له 2. جميل جميل. طيب بيقول لي it is desired to determine the concentration of arsenic in lake sediment sample by means of neutron deactivation analysis. انت مش فاهم حاجه ومش مهم، كل الكلام ده ايه؟ ده مقدمه بتاعت السؤال. بيقول لي من اول هنا النيوكليايد ديت الاي اس 75 فوق و33 تحت خدت نيوترون. يبقى انا عندي هي ايه؟ خدت نيوترون، فبقت 33 تحت و76 فوق، which in turn undergoes beta decay. يبقى انا هخليها تعمل ايه؟ هخليها تعمل بيتا ديكي. بعد كده the daughter nuclide produces the characteristic gamma rays. يبقى هي طلعت لي جاما ريز. جاما ريز بتفرق معانا في حاجه في حل المسائل؟ قلت لك لا. used for the analysis. عايز يعرف الدوتر نيوكليويد، يبقى الدوتر نيوكليويد اللي هي بنتها. هتقول لي بنتها ديت بقى جايه منين؟ او قايل لك والله هو كان اي اس 75 وتحت 33، اديت له النيوترون اللي هو عباره عن ايه؟ زيرو فوق وواحد تحت، ده كده اللي هو بنرمز له النيوترون. اتحول عندي لايه؟ لاي اس 76 وتحت 33. قال لي ده طلع لي بيتا. طلع لي بيتا بارتكل. بيتا بارتكل اللي هي ايه؟ زيرو من فوق نيجاتيف 1 من تحت. لما هيطلع لي بيتا، ايه الحاجه اللي هتطلع مع البيتا؟ قال لي ديت هي اسمها ايه؟ ديت هي الدوتر بتاعت مين؟ بتاعت اللي قبلها، بنت اللي قبلها.
تقول لي طيب سهله يا دكتور، انا ايه، انا بقيت عارف ان لو عندي نيجاتيف 1 هنا من تحت طلعت بيتا، يبقى النمبر اوف بروتونز هيزيد عندي واحد، هيبقى من فوق هو ثابت، ومن تحت هيزيد لي واحد، يبقى كام؟ يبقى 34. ابص في البريدكت تيبل اشوف مين ال 34 ده، الاقي ان هو ايه؟ السيلينيوم اللي هو الاس اي. يبقى الاختيار بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى اس اي، من تحت كام؟ 34، ومن فوق كام؟ 76، اللي هي انسر دي. ما تلخبطش، اول ما اشوف اس اي او مختار اللي تحت على طول او اول واحده، لا، اتاكد ان انا عندي ان الايه، الماس نمبر ماله. الماس نمبر لازم يا سيدي ان هو يكون عامل ازاي؟ لازم ان هو يكون ثابت زي ما هو. عرفت الدنيا كده جميله؟ والله المسائل دي جميله جدا جدا جدا. يجي يكلمني بقى على ايه؟ ثانيه، احنا فين؟ عندنا كونسبت او ثانية، احنا مثلا ايه نحل السؤال؟ انهي؟ نحل السؤال ده. بيقول لي انا عندي اليورانيوم اتحولت لايه؟ للليد. كانت يورانيوم 2 3 8، والاتوميك نمبر بتاع اليورانيوم كام؟ 92. اتحولت لايه؟ لايه؟ انا عندي اهو، انا عندي بي الليد 206. ومن تحت كام الليد دوت يا سيدي؟ قال لي الليد دوت من تحت بيبقى كام طالما هي بقت 206؟ قال لي الليد بيبقى 82. قال لي فوق قلت كام؟ فوق من هنا كان 238 ل 206، قلت كده كام؟ 4 و30. يبقى طالما 34 يبقى كده كام؟ هحط 4 سوري 32. قلت كام؟ قلت 32. وتحت قلت كام؟ قلت 10. قلنا عشان نعرف هو هيطلع لي كام الفا ديكي وكام بيتا، قلنا بنعمل مين الاول؟ بنعرف الالفا الاول. يبقى هاخد ال 32 ديت ايه واقسمها على الالفا. الواحده بتطلع كام؟ الواحده بتطلع كام؟ 4. هلاقي ان هي طلعت كام؟ 8. يبقى ديت هتعمل لي كام الفا ديكي؟ هتعمل لي 8 الفا ديكي. جميل. قال لي اه. قال لي نيجي نشوف بقى هنا ال 8 الفا ديكي دولت يطلعوا لي كام ايه تغير في الاتوميك نمبر. اقول له 8 في 2 يطلع لي كام؟ 16. يبقى انا دلوقتي ال 16 دي عشان تبقى التغير وصل ان هو 10، يبقى انا هنا ماينس 16. انا هنا انا قصت 16 عشان يوصل ان هو يبقى ماينس 10. فانا كده محتاج ان ايه؟ محتاج ان انا ازود عليهم 6. قلنا دلوقتي طالما هزود 6، فانا عندي البيتا بارتكل بتزود لي كل مره الاتوميك نمبر بواحد، وطالما انا هزيد 6 يبقى اطلع كام بيتا؟ اطلع 6 بيتا، وتبقى اللي هي ايه؟ اللي هي انسر سي. جميل جميل. قال لي عندي حاجه بقى اسمها الهاف لايف، ومن اسمها نص الحياه. يعني ايه نص الحياه؟ قال لي والله نص الحياه ديت هي ايه؟ هو الوقت اللي انا بحتاجه عشان انزل من، مثلا انا شيء عندي المكعب ده مكعب ايه، كان يا سيدي والكميه اللي فيه 100. قال لي عشان انزل من ال 100 دي لنص ال 100. حلو. يبقى نص المية اللي هو كام؟ اللي هو 50. يبقى الهاف لايف هي دي حاجة ثابتة عند كل الايه، عند كل الاليمنتس او كل الايه الحاجات اللي احنا هتبقى موجودة قدامنا، ان هو الوقت اللي انا محتاجه علشان الكونسنتريشن او التركيز او الكمية اللي موجودة عندي من شيء فلاني ينزل للنص. قال لي دلوقتي انا عندي اهو الهاف لايف هنا بنقول مثلا ان هي حاجه ثابته. اقول لك نص ساعه. انا دلوقتي عندي الايه، المكتب اللي انت قاعد عليه ده كل نص ساعه بتنزل كميته للنص. قال لي هو المكتب ده 4 غرف. قال لي بعد نص ساعه عليهم ضرفتين. يبقى انا هنا كده ايه؟ بعد نص ساعه عليهم ضرفتين. طب بعد نص ساعه كمان احسبها ازاي؟ قال لي مش انت دلوقتي كنت مكعب ايه؟ كنت 100 نزلت 50 في نص ساعه مثلا. قال لي اه. قال لي لو نزلت دلوقتي بعد نص ساعه كمان هلاقيك قد ايه؟ هلاقيك نص اللي قبلك. اللي قبلك كان كام؟ 50. يبقى انت هنا هتبقى كام؟ هتبقى 25. قال لي طب لو سبتك نص ساعه كمان هلاقيك نزلت النص اللي قبلك. مين اللي قبلك؟ 25. نص 25 كام؟ 12 ونص. قال لو سبتك نص ساعة كمان هتبقى ايه؟ نزلت النص اللي قبلك. اللي قبلك كان كام؟ كان 12 ونص. هنا انت هتبقى كام؟ 6 و تقريبا يعني 6 5 0 او 6 2 5 6 7 2 5. ما علينا. ديت اللي هي كام كده؟ اللي هي تبقى 7 وربع. اه تبقى 7 وربع. ما علينا، هي هتنزل كده للايه، للجزء دوت. طيب جميل. نيجي نبص على الجراف. انا كان عندي كميه معينه من الاس ار اللي هو 90 38. قال لي الهاف لايف بتاعته 28.9 كام يير. يعني ده بقى يعتبر بعد 30 سنه، كل 30 سنه بينزل النص. فقال لي سبت كميه منه نص 30 سنه، لقيت ان هو نزل لي هنا كده ايه، يعني بعد 30 سنه هلاقي ان هو كده ايه، وصل عند النص. بعد 30 سنة كمان هلاقيه نازل عند النص اللي قبله. يعني بص هنا ديت كده زي دي، هنا ديت زي دي. هنا دلوقتي لو جيت حطيت خط هنا هلاقي ديت زي دي، هو بينزل للنص.
كل 30 سنة بينزل النص. فلا قال لي والله لو انا سبته 120 سنة هينزل للنص كام مرة؟ هيعمل كام هاف لايف؟ هينزل النص هاف لايف، يعمل كام هاف لايف؟ يعني ينزل النص كام مرة؟ فقام قايل له طيب 120 على الايه؟ قال لي 120 على اللي هو المرة الواحدة كام؟ فأقول له المرة واحدة 30، 120 30 يعني هو هينزل كام مرة؟ يعني هو هينزل 4 مرات. قال لي طب المسائل بتاعت الحاجات دي بتبقى إزاي؟ هيقول لي والله دلوقتي يعني إحنا نشوف واحد بيقول لي أنا عندي حاجة يعني مش ديت هنا كده، بيقول لي أنا عندي نيوكليس الهاف لايف تايم بتاعتها 32 دقيقة. قال لي البيرسنت بتاع الاوريجينال سامبل، النسبه بتاعت الاوريجينال يعني النسبه اللي متبقيه الريميننج من النسبه من الايه من اللي هو العينه الاساسيه اللي انا بادئ بيها بعد ما ساعتين ونص يعدوا هتبقى قد ايه؟ اقول لك بص احنا المساله دي ما حلناش بطريقه واحده، ايه هي؟ تقول لي والله انا كنت بادئ ب 100%، 100% هتنزل بعد 32 دقيقه هتبقى كام؟ هتبقى 50%. ال 50% هتنزل لكام؟ ل 25 بعد برضو ايه؟ بعد 30 دقيقة. 25 هتنزل لكام؟ تنزل ل 12 ونص بعد ايه؟ بعد برضو بعد 30 دقيقة. جميل. نقوم احنا جايبين ديت كده شدينها على جنب، ونقوم ايه جايين هنا نقول ال 12 ونص ديت بعد 30 دقيقة تنزل لكام؟ تنزل ل 6 6 وكام؟ تنزل ل 6 وربع. جميل. قال لي بعد 30 دقيقة كمان، قال لي ال 6 وربع دي هتنزل لكام؟ تنزل ل 3 وتمن. ديت ايه كلها؟ نسبة من اللي موجود اصلا، نسبة من اللي موجود اصلا. هو قال لي ايه؟ ساعتين ونص. ساعتين ونص ديت اقوم انا اعمل ايه؟ اقوم انا ضاربها في كام؟ سوري، اقوم ضاربها في ال 60 عشان اعرف هما كام دقيقة. هلاقي ان ساعتين ونص ديت يعني كام؟ نحسب كده. ساعتين ونص، ساعتين بكام؟ ب 120 وعليهم 30 دقيقة كمان، يبقى كده ايه؟ يبقى كده 150، 150 دقيقة. حلو. واحنا هنا دوت كلهم 32 32 32 32. نيجي نقول له انا بعد اول 32 احط عليهم 32 كمان يبقى كام؟ يبقى انا كده عديت 64 دقيقة. احط عليهم 32 دقيقة كمان يبقى كده 86 دقيقة. احط عليهم 32 كمان يبقى كده كام؟ يبقى كده 100 وثانية يفتح الباب بس عشان في حد بيرن الجرس. احنا كنا وصلنا فين؟ كنا قلنا يا سيدي احنا عندنا دلوقتي ان احنا بعد كل 32 دقيقة هننزل للنص. فاحنا نعد الدقايق عندنا عشان نشوف احنا ال 150 هنوصل لها امتى. قال لي والله احنا لما نضرب 32 في 4 اللي هو عند ايه؟ عند الحتة ديت كده. قال لي لما اجي هنا هبقى عديت كام دقيقة؟ هبقى عديت 128 دقيقة. وهنا بعد ال 32 دقيقة دولت قال لي هبقى كده انا وصلت للكام؟ قال لي هبقى وصلت لل 160 دقيقة. يبقى انا هنا كده ده، هنا كده بعد مرور 160 دقيقة، هنا بعد مرور 128 دقيقة. حلو. قال لي انا عايز اعرف بعد ساعتين ونص يعني بعد 150 دقيقة يعني هبقى فين؟ هبقى هنا كده. هبقى فين؟ هبقى هنا كده عند 150. قال لي دلوقتي عند 150 انا التركيز هيكون كام؟ اكيد مش 96 واكيد مش 40. ودلوقتي انا كنت عند 6 وربع، يبقى اكيد مش 6 و9، ده انا ما بين ال6 وربع والتلاتة وايه وتمن يا سيدي. فهل دلوقتي هتبقى 3.9 ولا 3.2؟ هم قايل له بص هي 150، هي تعتبر كأنها ايه؟ هي مش في النص قوي، مش في النص ما بين 128 و160، يعني مش في النص قوي ما بين الاتنين دولت، ولكنها مش قريبة جامد لل 160. يعني احنا بص احنا تعالى نعمل كده، انا دي كأنها 130 وهنا 160، ايه اللي في النص ما بينهم؟ 145، لان هي كده 15 وكده 15. ال 150 ال 150 هنا، فده معناه ان هي في براح، يعني هي مش لازقة بالظبط في ال 160. فطالما هي مش لازقة بالظبط في ال 160 فانا مش هختار 3.2 عشان هي لازقة في ال 3.125، ولكن اختار ايه؟ 3.9. يبقى شفت السؤال ده بيتحل ازاي؟ لوجيك موجود قدامك، بس احنا بنحل السؤال ده اي سؤال هاف لايف تايم يقول لك عندي كذا وقت وبعد قد ايه وقت هيبقى قد ايه متبقي او ايا كان اللي هيحصل عندي في المنظور دوت، او ما انا ايه اعمل نفس الكلام 100 ل 50 ل 25 12 ونص 6 وربع 3 وايه وتمن، افضل اعمل المنظر ده. قال لي طيب دلوقتي ممكن يجي لي السؤال بطريقة تانية، يقول لي هات لي نسبة اللي حصل له ديكي او اللي ايه اللي رياكتد او اي شيء من الاشياء، اللي هو يقول لي نسبة اللي قد ايه اتغير. فانا قوم قايل له والله بص هو انا دلوقتي هنا من المية للخمسين قد ايه منهم اتحلل؟ اقوم قايل له 50. جيت بعد كده نقصت من الخمسين لخمسة وعشرين، نقصت من الخمسين لخمسة وعشرين. فأنا لو عايز أعرف قد إيه حصل عندي رياكتنت إن هو زاد، يعني أنا كنت بص قد إيه اتحلل، فأنا في البداية خالص أنا ما عنديش حاجة اتحللت.
هنا 50. طب هنا بعد ما كنت 50 حللت نزلت ل 25. فبالتالي اللي اتحلل هيبقى ايه؟ هيبقى زاد 25. فيبقى اللي اتحلل قد ايه؟ 75% من الكتلة اللي موجودة عندي اصلا. طب قال لي بعد كده نقصت 12 ونص، يبقى هنا هزيد 12 ونص. لما ازيد 12 ونص هيبقى كام؟ هيبقى كده 87 ونص. قال لي هزيد 6 وربع. قال لي لما تزيد 6 وربع هتزيد قد ايه؟ ما علينا، تحسبها انت وتبقى عرفت كونسبت ان ايه لما يقول لي قد ايه اتحلل، او قد ايه حصل له انتاج، او قد ايه ان هو بالنسبه له دلوقتي اتفاعل. فانت تكون عارف دلوقتي ان احنا بايه بنعمل العكس. يعني مش ان هو 50 25 احنا اللي نقصناه. انت هتعمل اول واحده ديت وبعد كده تعمل تحتها ديت. تقول لي والله انا عندي طالما احنا ايه، كانك بتقول لي ان مجموع الرقمين دولت لازم ان هو يكون ب 100. مجموع الرقمين دولت لازم يكون ب 100 دايما. لان اللي من فوق اللي حصل اللي هو ماله، اللي من فوق بيدل على التركيز اللي موجود، واللي تحت بيدل على اللي انا هطلعه. فانا دلوقتي لازم يكون مجموعهم ب 100. عندي الاولاني هنا كده 100 وتحت زيرو، هنا 50 وتحته 50، هنا 25 يبقى لازم يكون تحته 75. هنا 12 ونص هعمل 100 ناقص 12 ونص يطلع لي كام؟ 87.5 اللي هي تحت دي. عرفت الدنيا كده جميله ازاي في الهاف لايف؟ جميل. بيقول لي انا عندي الهاف لايف بتاعت الاس ار 90 28 سنه. هاو لونج will it take for a given sample of الاس ار ان هو يبقى تركيزه، ان هو مش يبقى تركيزه، بص ان هو يبقى ايه to be 89% decomposed، ان هو يبقى 98% منه اتحلل. فانا قوم قايل طالما هو بيستني على اللي اتحلل، فانا قوم قايل والله اعمل كده اي مساله 100 50 25. كام يا سيدي بعد 25؟ 25 تعمل بعده كام؟ تعمل بعده ادي عندنا 12 ايه، 12 ونص. نشوف بقى هنا 0 50 75 هنا كده كام؟ هنا قلت لي هنا كده يبقى ايه 87 ونص. تقول لي ايه ده دي قريبة جدا لل 89. يبقى في الحالة دي انا اشوف انا قعدت هنا 28 سنة وهنا 28 سنة وهنا 28 سنة، عملت هاف لايف كام مرة؟ 3 مرات. فهضرب ال 28 في التلاتة. فهضرب 28 في 3 يبقى كام؟ يبقى أربعة. أربعة وكام؟ أربعة و أربعة وكام؟ احنا عايزين نشوف الايه هاو لونج. احنا قلنا كام؟ قلنا كام يا جدعان؟ قلنا 3 في 8 بكام؟ ب 24. و3 في 2 ب 60. يبقى كده 84 سنة. حلو. 84 سنة. ده لو احنا ايه، لو عند ال 87 ونص. قال لي انا عايز ابقى عند ال 98 اشوف انا هبقى كام. مش هقدر احسبها له، ولكن هبص على الاختيارات. هل هو عمل 9 هاف لايف؟ لا، ده عمل 3 وبعدها حتة صغيرة. هل 5 سنين؟ لا. هل 2 و2؟ لا. 89 ديت ايه قريبه لل 84 اللي احنا مختارينها. فهي هتبقى الاجابه. ليه؟ عشان احنا هنيجي بعد ال 87 ونزود كام سنه هنا كده حبه ايه اكسترا كده. جميل جميل. طب يقول لي هنا كده البي ار نيوكليس عندها هاف لايف ب 1 تايمز 10 باور 3 مينتس، يعني ب 1000 دقيقه. حلو، 1000 دقيقه. قال لي لو انا معايا 2.2 جرام من الايه، من البي ار 82 ده، and the delivery time was 3 days. يعني انا دلوقتي هطلب 2.2 جرام من البي ار 82 ووقت الدليفري 3 ايام. قال لي هيوصل لي قد ايه من الان ايه بي ار. جميل. يعني دلوقتي ايه هيوصل لي قد ايه من الان اي بي ار. عايز اوردر قد ايه ان اي بي ار، عايز اوردر قد ايه ان اي بي ار. فانا اقوم جاي دلوقتي وقايل له بص يا سيدي، انت دلوقتي عندك بشكل بسيط انت عايز 2.2 جرامز من الكلام ده. حلو. وانت دلوقتي عايز تطلب، وهو بيقول لي ان البي ار كله اللي كان موجود هنا 82. يعني انت دلوقتي بتتكلم ان انا عندي بي ار 82. انا دلوقتي عايز ان يوصلني كام؟ عايز ان يوصلني 2.2. فانا اطلب قد ايه بقى عشان لما يقعد 3 ايام؟ يعني اطلب قد ايه عشان بعد ما يتحلل في خلال ال 3 ايام ال 3 دايز يوصل لي 2.2؟ فانا قايل له سهله وبسيطه. ثم قايل له ايه والله ال 3 ايام دول فيهم كام دقيقه؟ فنضرب 3 ايام في 60 عشان سوري في 24 عشان نعرف عدد الساعات، بعد كده نضربهم في 60 عشان نعرف عدد الدقائق. نقوم جايبين كده الآلة حبيبتنا. الآلة حبيبتنا موجودة؟ قال لي اه الآلة حبيبتنا موجودة. ادي هنا نقوم قايل له 3 في كام؟ في ال 24 في ال 60. ده كام؟ 4320. جميل. قال لي اه 4320 دولت يعملوا لي كام هاف لايف؟ فانا اقوم قايل له والله دولت هيعملوا لي قد ايه هاف لايف؟ هيعملوا لي 4 مرات هاف لايف. صح. 4 مرات وحته. 4 مرات ايه؟ 4 مرات وحته. فانا طالما 4 مرات وحته،
فانا بالتالي اقوم جاي باصص على الاختيارات طالما هي هتبقى 4 مرات. فانا اقوم قايل له والله طالما 4 مرات دوت اللي هو الكميه اللي هو هيعملها في ال3 ايام. فانا اقوم قايل له انت دلوقتي هتعمل ادي مره، وادي التانيه، وادي التالته، وادي الرابعه. حلو. يبقى كتركيز دلوقتي انت كل مره بتقل للنص. دلوقتي انا عايز ان هنا يبقى 2 و2. يبقى اللي قبل ده لازم يكون كام وكام؟ لازم يكون 4 و4. صح؟ ما انا هتضاعف بقى. مش انا لما كنت بعمل من هنا لهنا كنت بقسم على 2 عشان بوصل لنص الكمية. انا هنا هرجع فاوصل لدبل الكمية. هنا 4 و4. هنا تبقى كام؟ 8 و8. طب اللي بعدها بعد 8 و8 ديت قال لي هتبقى عندي عبارة عن ايه؟ قال لي بعدها طالما هي 8 وبتاع ده 8 و8، تيجي بعد كده تشوف الدبل هيبقى عامل ازاي يا سيدي. تشوف الدبل بعد ما 8 و8 ديت هتلاقي إن هي كام؟ 8 و8 نضربها في 2 تبقى 16 و16، يعني تقريبا 17 وكام؟ 17 و8 جرام. ديت كده اللي مالها اللي هي الجزئية اللي قدامنا اللي هي بتاعت مين؟ أو سوري 17 و6. اللي ديت اللي هي مين؟ اللي دوت اللي هي الماس اللي موجودة قدامي من إيه اللي أنا المفروض إن أنا أطلبها. ده هنا كام؟ 17 و6. قال لي قبل ال 17 و6 ديت هتبقى كام؟ قال لي قبلها بمرة كمان هتبقى إيه؟ هتبقى إن إحنا نضربها في 2. فطالما إحنا دلوقتي هنضربها في 2 هتبقى كام؟ تبقى الايه 17 24 يبقى كده 25.2. ده الجرامز بتاعت ال NABR اللي انا المفروض ان انا ايه ان انا هطلبها. يبقى انا دلوقتي عندي الجرامز من ال NABR اللي انا هطلبها تكون كام؟ تكون 25.2. حلو. فطالما هي 25.2 انا اقوم باصص دلوقتي. هو انا عندي دي الماس بتاعت اللي هو الكومباوند اللي هو ال NABR صح؟ قال لي اه. قال لي طب طالما ديت الماس بتاعت ال NABR، انا لازم دلوقتي ان انا اشوف ايه؟ اشوف ان ديت اللي انت كاللي انت محتاجه. كاللي انت محتاجه دلوقتي احنا بنتكلم ان احنا اللي عمالين نعمل له ايه التغيرات ده اللي هو مين؟ اللي هو البي ار نفسه. البي ار نفسه. قال لي طب البي ار دوت انا مش هطلبه لوحده، انا هطلب ان ايه بي ار. طالما انا دلوقتي هطلب ان ايه بي ار، فبالتالي انا طالما عايز ان يوصل ان انا اطلب الحاجه اللي اطلبها يكون فيها 25.2 جرام من مين؟ من يا سيدي البتاع دوت اللي هو البي ار. فبالتالي انا هكون عايز اطلب كميه اكبر من ال اي بي ار. فاحنا لما نيجي نبص على الاختيارات انهي من دولت؟ اول واحده 2.2 استحاله ان انا اطلب 2.2. استحاله ان انا اطلب 2.2. واستحاله ان انا اطلب 4.4. واستحاله ان انا اطلب 4. واستحاله ان انا اطلب 7.8. انا كده هطلب مين؟ هطلب 75. طيب يبقى دلوقتي انا ايه؟ احنا هنشوف احنا هنطلب قد ايه. تعال نحسبها. انا هجيب القلم ونيجي. احنا دلوقتي بعد ما نجيب آلتنا هنلاقي ان ايه؟ احنا بس نتأكد من ايه؟ من الارقام اللي قدامنا دي ان احنا الاول عملنا 2.2 ضربناها في 2 طلعت لنا بكام يا سيدي؟ طلعت لنا برقم. وقمنا ضاربينها في 2 كمان طلعت لنا اللي هو رقم اكيد 8.8. ضربناها في رقم تاني طلعت لنا بكام؟ ب 17.6. نضربها في رقم تاني لان طلعت بكام؟ نلاقي ان هي طلعت ب 35.2. يبقى احنا هنا كده بس ايه هنعدل حاجة ان ديت كام؟ 35 ايه 35.2. وما ننساش ان هو هيقعد 3 ايام ديت يعني 4320 دقيقة. يعني تقريبا هيقعد له تلت هاف لايف تايم تاني. يعني بص تلت من ايه؟ من هاف لايف تايم تاني. بس دي احنا ما نقدرش نحسب لها اي حاجة. بس نكون عارفين ان هو هيكون ايه؟ هيكون اكتر من ال 35. يعني سي هيبقى 40. قال لي طالما عندك هيبقى 40 يبقى بالتالي دوت الماس من البي ار اللي انت محتاجه. وانت هتطلب حاجة فيها ان اي بي ار يبقى احنا بالتالي هنزود على البي ار الماس بتاعت ال ان ايه. لان انت مش هتطلب لي هتقول له انا عايز 40 جرام بي ار وهو بيوزن لك ان ايه بي ار. لا هو لازم ان هو طالما هتقول له انا عايز كذا بي ار يوصلني يبقى انت لازم تحسبها ال ان ايه بي ار ده هيكون هو داخل نفسه كام. في حاجه ان احنا نحسبها بيها اقول لك لا. بس انت دلوقتي عندك انت استبعدت كل الاختيارات وما فيش غير الدي اللي هي 57 جرام. تنفع تقوم قايل لي اه. يبقى انت دلوقتي مش عشان لقيت ان كل الاختيارات قريبه لبعض ما عدا واحده تقوم قايل لي لا يبقى دي اول واحده هستبعدها. لا ده طلعت هي الاجابه. بس ده ما يمنعش ان احنا ده ما يقولناش ان احنا نعمل كده على طول. ده هي ديت ايه يعني فلتة كده. طيب دلوقتي كتغيرات في النيوكليوس فاحنا اتكلمنا عرفنا الالفا راديشن والبيتا راديشن والجاما راديشن. قال لي طيب الرياكشنز دي نفسها اصلا بيبقى اسمها ايه؟ اول حاجه انا عندي نوعين من الرياكشن. يبقى النيوكلير ترانسفورميشن دول بينقسموا لنوعين اساسيين. اول نوع هتقول عليه ان هو ايه؟ هقول لك عليه ان هو فيوجن رياكشن. فيوجن
رياكشن. يبقى فيوجن ايه؟ فيوجن رياكشن. فيوجن جايه من اسمها ان هي حاجات بتلحم في بعض. تلحم في بعض يعني ايه؟ يعني تتفاعل مع بعض. هجيب لك ايه واقول لك على بي، يبقى ده كده رياكشن، انا بلحم حاجات في بعض. انما فيشن رياكشن، فانت فيشن رياكشن ده عباره عن ايه؟ انا حاجه، يعني حاجه، بص ايه حاجه، انا ايه فيشن ده حاجه ايه؟ انا بفشخ الحاجه اللي قدامي. انا بفشخ الحاجه اللي قدامي ديت يعني ايه؟ يعني بجيب مثلا حاجه زي الاي بي وبي واقوم قاسمهم، او ان انا اجيب حاجه اللي هي ايه واقوم قاصص منها حته وتقوم طالعه لي كايه كبرودكت، يبقى الايه ما عدا الحته ديت، الحته دي عندي كده مش موجوده، وهنا زائد ايه؟ زائد الحته اللي طلعت معايا. يبقى دلوقتي ايه عندي؟ فيوجن وفيشن. فيشن ان انا ببدأ ان انا اقسم الحاجة، وفيوجن بتبقى ان انا بجمع الحاجة على بعض. قال لي طيب، فيوجن وفيشن انا بستخدم ايه في الجماعة دولت؟ قال لي بستخدم يا اما نيوترون، يا اما ايه يا سيدي، يا اما الفا بارتكل مثلا. قال لي ان انا بعمل حاجة اسمها بومباردنج. بومباردنج كده ان انا بضرب الحاجة، بفرقع الحاجة كده بنيوترون، برمي عليها النيوترون. حلو. دوت اللي هو مين؟ اللي هو فاستخدمه في الفيشن. يبقى الفيشن ده مش مره واحده الاقي ان هو حته منه طلعت بره، ده بيحصل ان انت الحته دي تطلع بره، ده كده يبقى هو راديو اكتيف، يبقى هو عمل اشعاع. قال لي لا، انا مش هستنى لما هو يعمل اشعاع لوحده، انا هجيب نيوترون، فلما اضربه بيها تقوم ايه؟ تقوم حته منه واقعه ويتقسم بالنسبه لي، يبقى الايه ديت وحاجه تاني. يبقى هنستنتج من الكلام ده كله ان ايه؟ ان الفيوجن رياكشن انا بدخل عندي 2 اتومز، يبقى انا هنا كده 2 اتومز، واقوم مطلع اتوم واحده زائد ايه؟ زائد زيادات، زائد اكسترا. حلو. انا هنا بقى في الفيشن بعمل ايه؟ بجيب اكسترا اضربه وازوده على اتوم واحده، يقوم هو ايه؟ يقسم لي الاتوم دي لتو اتومز زائد ايه؟ زائد اكسترا. طيب احنا مش فاهمين حاجه يا دكتور، يلا نفهم واحده واحده. انا عندي الرياكشنز اللي هي ممكن تكون عندنا ديت هي عباره عن ايه، فاحنا هنبوظ كده ون ايه ونكمل. احنا نمسك دلوقتي ايه؟ نشوف كام رياكشن عندنا. من رياكشنز ايه يا سيدي؟ قال لي من رياكشنز ان احنا بنيجي نجيب حاجه ونقوم ايه؟ اسمنها. فديت احنا هنا كده نقول عليها ان ايه؟ بص الرياكشنز ديت احنا بنجيب حاجات نحطها على حاجه نقوم ايه؟ تقوم ديت مفصوله. زي هنا مثلا انا عندي دوت اهو فيشن، انا دلوقتي عملت فيشن، انا ان انا فصلت حاجات، جبت النيوترون، ضربت الاتوم بتاعت اليورانيوم، ضربت النيوكليس بتاعت اليورانيوم ديت بالنيوترون دوت، قامت ايه؟ قامت مفصوله من النص كده وقسمه لي لتو ايه؟ لتو اتومز. هنا عندنا ايه؟ حاجه زي الكريبتون، وقامت مطلع لي ايه؟ باريوم معاها، يبقى طلعت لي كريبتون وباريوم. جميل. طيب يبقى دوت كده اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا بعمل ايه؟ فيشن لما بضرب حاجه بالنيوترون. يقول لي طب الرياكشنز بتاعت الفيوجن، طيب ان انت بتعمل ايه؟ قال لي هنا ان انا بجمع حاجات على بعض. جبت الفا بارتكل، الفا بارتكل دي حطيتها على النيوترون، على النيتروجين، فلو جمعت الارقام اللي عندي هلاقي 4 زائد 14 يديني ايه؟ يديني فلورين 18، وتحت ايه؟ 9. قال لي الفلورين 18 ده عليها نجمه، قال لي طالما عليها نجمه ديت هنا كده نعرف ان هي كده ايه؟ unstable. فتبدا ان هي ايه؟ تطلع لي هنا كده ايه؟ بروتون لبره، وتديني ايه؟ تديني اكسجين 17. دوت اللي هو كده كرياكشن. انا مش عايزك تحفظ اي حاجه غير الكونسبت بتاع ان انا بجيب حاجه، بحطها على رياكشن تاني واجمعهم مع بعض. دوت كده بالنسبه لي ايه؟ دوت لا فيشن ولا فيوجن، انا عملت ايه؟ انا عملت بومباردنج. دوت بومباردنج حاجه دخلتها فاتلحمت عليها. الفيوجن ان انا بجيب اتنين، يعني بجيب نيوكليوس كبيره بتاعت ايه؟ بتاعت نيوكليا، بتاعت اتوم كبيره، واحطها على نيوكليوس تانية كمان. تمام. قال لي طيب نيجي نبص هنا كده، عندنا الومنيوم حطيته عليه بروتون، لما اديله بروتون فهيبقى سيليكون تحت 14 وفوق 28. قال لي عرفت منين؟ ما انا هجمع 27 على الواحد واجمع 13 على الواحد هيديني الاليمنت اللي هو المنظر ده. انا كارقام والاتوميك نمبر اللي من تحت جبت منه الاليمنت سيليكون 28. قال لي ده ماله؟ ده مش ثابت. فهيقوم عامل ايه؟ هيقوم عامل لي الفا بارتكل ديكي ومغنيسيوم. جميل. طيب يقول لي لو عندي ديوترون، ايه الديوترون ده يا سيدي؟ ان انا بيبقى عندي الهيدروجين ده بيبقى في الطبيعي واحد بروتون بس وما عندوش نيوترونز. قال لي لو عنده بروتون ونيوترون فيبقى من فوق كده مجموعهم اتنين، قال لي بسميه ديوترون. قال لي جماعته على المغنيسيوم طلع لي الومنيوم، قال لي ده انستيبل هيديني صوديوم والفا بارتكل. مش عايزك تعرف زي حاجه غير البوسيبيليتيز بتاعت الرياكشنز بتبقى شكلها عامل ازاي، ان انا بضيف ايه وبعمل ايه. قال لي ليثيوم جبت حطيت عليه ايه؟ حطيت عليه نيوترون، وهو اكتر حاجه مفضله ان انا بعمل ايه؟ ان انا بغير بيها من شكلي، بعمل نيوكليار ترانسفورميشن. كل الحاجات اللي احنا اللي عدت دي اسمها نيوكليار ترانسفورميشن. قال لي النيوكليار ترانسفورميشن انا بغير في مين؟ بغير في النيوكليوس.
فقال لي دلوقتي انا عندي ليثيوم حطيت عليه نيتروجين سوري نيوترون، قال لي بقى 3 فوق وسبعه ايه، 3 فوق وسبعه إيه، 3 سوري 3 تحت وسبعه فوق، اللي هو المفروض ايه ليثيوم ويبقى ماله 7 فوق و3 هنا. قال لي ده انستيبل، فمن نفسه بيطلع لي ترايتيوم. ترايتيوم يعني ايه هيدروجين، وعنده من فوق ايه 3، يعني عنده هنا كده 2 نيوترونز وواحد بروتون والفا بارتكل. فديت البوسيبيليتيز كلها بتاعت ان انا بضرب بايه، يا اما بضرب بالنيوترون، بضرب بالديوترون، بضرب ببروتون، بضرب بالفا بارتكل، كل الحاجات اللي انا بضرب بيها. قال لي طيب جه عندي هنا ده الرياكشن بتاع الفيشن. رياكشن الفيشن هنا يا سيدي اللي هو عباره عن ايه، ادي رياكشن الفيشن ان انا جبت اليورانيوم ضربته بحاجه قام قسمها لي لنصين، حاجه فوق كريبتون وتحت باريوم، مش بيكونوا نصين يعني بالظبط، ولكنهم بيكونوا ايه يا سيدي، قال لي بيكونوا عندك ان هما بقسمهم لتو نيوكليوس مختلفين. قال لي طيب الفيوجن بقى يا سيدي، قال لي ان هو بيبقى عباره عن ايه، قال لي الفيوجن بيبقى عباره عن انا بجيب حاجتين يا اما بيكونوا قريبين لبعض يا اما زي بعض. قال لي طيب يعني ايه او زي ايه بالظبط، قال لي عندي حاجه زي كده. قال لي دوت اللي هو ايه، قال لي جبت ديوترون اللي هو عباره عن ايه هيدروجين في 1 بروتون و1 نيوترون، وحطيت على ديوترون تاني، قال لي طلع لي ايه، طلع لي هيليوم 3 نيوكليوس، ان انا بقى عندي ايه هيليوم 3 اللي هو المفروض هيليوم 4، قال لي هيليوم 3 دي كده ايزوتوب منه ونيوترون بره. المفروض احنا نعرف ايه، ان في الفيوجن وفي الفيشن الاتنين بيطلعوا لي انرجي، الاتنين بيطلعوا لي انرجي. قال لي طيب هو انت دلوقتي المفاعل النووي ده بيكون عباره عن ايه، قال لي بيكون عندي فيه يورانيوم محطوط كده، عندي هنا كده ايه مكعب يورانيوم كبير يبقى موجود كده ايه في قلب الايه النيوكليير رياكتور، في قلب المفاعل النووي، يقعدوا ايه يقعدوا يضربوه بالنيوترونز، يقعدوا ايه يضربوه بالنيوترون. طب انا مش فاهم حاجه، يعني ايه نضربه بالنيوترون يا دكتور، يعني نمسك نيوترون كده ونرميه عليه؟ قال لي لا مش نمسك نيوترون ونرميه عليه، قال لي انا عندي جهاز اسمه سايكلوترون. سايكلوترون ده جهاز بسيط بقى، يعني هوريكم صورته دلوقتي، يعني هوريكم صورته دلوقتي، فين يا سيدي صورة السايكلوترون. السايكلوترون ده بص ايه اللي بيحصل فيه. السايكلوترون ادي ها اهو تعالى، ادي السايكلوترون، بص اللي بيحصل بيبقى عبارة عن ايه، ان انا بيبقى عندي، يعني احنا ننزله في واحدة تانية تحت احسن، ان انا عندي اهو السايكلوترون، ان انا بجيب النيوترون، انا بدخل النيوترون عادي، فلما بدخل النيوترون بيقعد يلف في حاجه بيكون فيها ماجنتيك فيلد، فبيخليها تقعد تلف 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 بسرعه 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 لحد ما ايه، لحد ما تقوم طالعه من هنا، طالعه من المكان ده، يبقى هي بتقعد تلف بسرعه بسبب التاثير بتاع الماجنت. فلما تلف بسرعه بتكون عندها سرعه عاليه جدا، فبتعتبر كانها قنبله لما بضرب بيها التارجت. انا عارف النيوترون ده اللي هو احنا اصلا مش بنشوفه ده قنبله، اقول لك اه ده بعمل معامله القنبله، وبسميه دايما بومب، وبستخدم لفظ ايه بومباردنج. قال لي طيب، قال لي بص يا سيدي شايف هنا كده في الفيشن، قال لي في الفيشن دوت ايه اللي لاحظته، طلعت يورانيوم حلو، اليورانيوم ديت ايه سوري اليورانيوم دي طلعت لي كريبتون وباريوم وثلاثة نيوترونز موجودين هنا. قال لي اه، قال لي ايه اللي هيحصل بقى، قال لي الثلاثة نيوترونز دولت مش ممكن ان انا اخليهم يخبطوا في اليورانيوم تاني، واخلي ده يخبط في اليورانيوم تاني، واخلي ده يورانيوم تاني، فيقوم مطلع لي كريبتون وكذا يقعد يعمل كده. قال لي دي اسمها سيريز اوف ايه، اسمها يا سيدي ايه، اسمها ايه ان انا عندي فيجن تشين او فيجن سيريز، سلسله كبيره. ايه اللي بيحصل، بص انا عندي يورانيوم ضربته بنيوترون طلع لي كريبتون وباريوم، وطلع لي ثلاثه نيوترونز كل واحده منهم متخبط في حاجه، فانا دخلت على يورانيوم تانية قامت مطلعه لي زينون وايه واس ار، قام مطلع لي كده ايه اتنين نيوترونز يطلع يخبط لي في يورانيوم تاني، يبقى انا الفيشن تشين ان انا بجيب نيوترون واحد هو بيطلع لي ثلاثة في المرة الأولانية، يقوموا الثلاثة دولت رايحين يعملوا لي فيشن في حاجات تانية وحاجات مختلفة. يعني بص مرة هنا عمل فيشن مع اليورانيوم طلع لي ايه، طلع لي اكس اي واس ار، تحت هنا طلع لي سي اس وار بي. فهي ايه مش بتبقى ثابته، ولكن اللي انا بشوفه ان ايه ان انا بقى اقول لك ان انا عندي نيوترون دخلته هنا، البرودكت من الحاجات دي فيها نيوترونز، فتقوم برضو خابطه في يورانيوم تاني، طلعت لي يورانيوم وطلع لي ايه، طلع لي برودكت برضو عباره عن ان في نيوترون يقوم ضارب لي في يورانيوم تاني، وده يطلع يضرب في يورانيوم تاني. فهي فكره المفاعل النووي ان انا بضربه بالنيوترون يقعد هو يطلع ايه، يطلع حاجات المهم بالنسبه لي ان انا ليه بستخدم النيوكليير انرجي، عشان الانرجي اللي بتطلع هنا دي وهنا 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 كل ديت هي عباره عن ايه، هي الانرجي اللي انا بستفيد منها، سواء اذا كنت طالع منها كهرباء استخدمها كقنبله استخدمها كاي حاجه، هي دي اللي بتبقى الفكره بتاعتها. طيب ده كده يا سيدي الايه كل الكونسبتس اللي علينا في عمنا ايه، في عمنا الايه الليرنينج اوتكم 6 اللي هو بتاع النيوكليير كيمستري. اسئله اللي هتيجي عليها كلها هتبقى حاجه من الاثنين، يا اسئله هاف لايف تايم
اللي هو ان احنا بنقعد ننزل من 100 ل 50 لكذا لكذا لكذا، يا اما ان ايه، يا اما ان هو يقول لي انا عندي الرياكشن ده هيعمل الفا ديكي هيطلع لي ايه، فبنجمع الماس نمبر وبنجمع الاتوميك نمبر. ما عليناش اي حاجه تانية في الكلام ده كله. هقول لك على حاجه اخيره ملخص نحل يعني نعرف بيها حاجه بسيطه خالص. هي ايه هي، فين هي؟ اهو السؤال ده. يجي يقول لي السؤال ده بيقول لي الريت كونستانت بتاع الديكي كذا. يقول لي انا عندي ايه ريت كونستانت. انا الكلام ده انت هتعرفه في سنة تانية في الترم الاول، يعني ايه ريت كونستانت ويعني ايه ديكي، في حاجة اسمها الايه، حاجة اسمها الكاينetics. انا مش عايزك تعرف حاجة غير حاجة واحدة بس، ان احنا لو عايزين نعرف هاف لايف وهو بيقول لي والله ده بيتحلل بسرعة كذا لكل يوم، فانا هقوم قايل له ان انا بجيب لن ال2، لان دي حاجه موجوده في الاله، واقسمها على الكي. قال لي الكي دوت اللي هو مين، اللي هو ريت كونستانت. القانون ده بيطلع لي ايه، بيطلع لي الهاف لايف تايم. يبقى لو عايز اعرف الهاف لايف تايم كوقت، بعمل ايه، بجيب الاله بتاعتي واقوم عامل ايه، اقوم قاسم لن ال2. ادي لن هي اللي موجوده في الاله شايفها، ادي اهو لن ال2 على مين، على الكي. الكي هنا كان بكام، 4.234 تايمز ال 10 باور نيجاتيف 3 دي. فبالتالي اقوم قايل له ان هو الهاف لايف تايم بتاعته تبقى كام يوم، هتبقى 163.7 دي اللي هي انسر بي. يبقى دلوقتي لو قال لي ادالي ريت كونستنت وقال لي الهاف لايف كام، اعرف ان هي لين 2 على الكي. جميل، قال لي جميل. في اي حاجة تانية عايزين نعرفها في الليرنينج اوتكم ده؟ احنا عرفنا فيها كل حاجة يعتبر. انا عايزك بس تعرف شيء واحد بس اخير، وهو يعني ايه كلمة الكترون كابتشر. فكلمة الكترون كابتشر ماشي ديت بتبقى ايه، دي بتبقى عكس مين، عكس البيتا ديكي. دلوقتي الكترون كابتشر من اسمها كده، انا عايز اعمل ايه، عايز ان انا اعمل ايه، ان انا اخلي ان ايه، ان هي يعني عشان نتخيل اسمها بس. الكترون كابتشر يعني ايه، يعني ان انا اجيب دلوقتي النيوكليوس وتقوم هي خاطفه الكترون. تقوم هي خاطفه مين يا سيدي، تقوم هي خاطفه الكترون وتطلع لنا برودكت بالنسبه لنا بقى دلوقتي. ماشي، يبقى نيوكليوس والكترون، ان هي دوت اسم ايه، الكترون كابتشر. قال لي امال البيتا دي كي كان بيبقى ايه، كان بيبقى ان النيوكليوس بيطلع لي الناحيه التانيه بيتا ايه، بيتا بارتكل. جميل. طيب نيجي ان احنا نبص بقى دلوقتي، طب الحل بتاع السؤال ده بيبقى ايه. قال لي انا هجيب النيوكليوس اللي هي مين، اللي هي الكي فوق 40 وتحت 19، واخليها تعمل ايه، تاخد الكترون. قال لي ايه اللي هيحصل لما تاخد الكترون. دلوقتي احنا هنعبر عنها ان هي بص المنظر ده، احنا هنعمل الكترون كابتشر لحاجه موجوده قدامنا دلوقتي. اللي موجود قدامي ان انا كان عندي حاجه فيها 4 بروتونز، حلو 4 بروتونز اهم. وكان عندي كام نيوترون، كان عندي 3 نيوترونز، 3 ايه سوري، او خليهم كده ايه 4 نيوترونز، 4 و4. حلو، جميل. قال لي ال4 و4 دولت مالهم لما يعملوا الكترون كابتشر. قال لي لما اجيب الكترون فهيقوم الالكترون ده يمسك في بروتون ويعمل ايه، ويقوم عامل لي نيوترون. ويقوم عامل لي مين يا سيدي، نيوترون. ففي الحالة دي أنا هنا بقى كام نيوترون، بقوا 5. هنا كنت داخل 4 و4، بقى 5 نيوترون وتلاتة إيه، وتلاتة بروتونز. فأنت تقوم قايل لي دلوقتي كأتوميك نمبر إيه اللي حصل؟ الأتوميك نمبر قل واحد، بدل ما هو كان 4 بقى 3. طب والماس نمبر، ده كان 8 وده كان 8. فهنا لما أعمل إلكترون كابتشر للكي ديت، قلت لك البروتون هيقل إيه، هيقل واحد. فانا هبص مين من دولت هيقل واحد، هقوم باصص هلاقي الايه، الارجون هيقل واحد. وفي نفس ذات الوقت ايه اللي هيحصل، ان اللي هيحصل بالنسبه لي ان اللي اسمه ايه دوت الماس نمبر هيبقى زي ما هو ثابت 40. عرفت كده يا سيدي الالكترون كابتشر، لعل وعسى ان هي تبقى حاجه موجوده قدامنا. جميل جدا جدا. اسئله الليرنينج دوت تعتبر مش موجوده، تعتبر احنا حلينا كل الاسئله اللي هي ممكن تيجي، الماس ديفكت والانرجي والحاجات دي كلها، والجزئيه بتاعت الفا وبيتا والجاما، هي دي الحاجات اللي بتيجي. جميل. نستودعكم الله، ونبقى ايه كده خلصنا كل حاجه. وبس، يلا مع السلامه.